بنحاول نجمع المناسبتين في شهر نوفمبر، وكنا نفسنا ان احنا نعملها في الجرنه لكن ما لحقناش نرتب مع القطاع لان في حدث كبير تاني موجود في مصر في الفتره دي وهو قمه المناخ. فكان اقتراح الاستاذ الباحث اسلام الحسيني ان احنا نعمل امسيه بتجمع بين الاحتفال بذكرى ميلاد رمسيس سويسا ووفاه حسن فتحي وقمه المناخ، وبصفته هو اثري فكان تاثير تغير المناخ على التراث كتحدي. فما كانش فيه عندنا احسن من الباشمهندس شريف ابو زيد اللي هو يقوم بالجزء بتاع ذكرى حسن فتحي ورمسيس سويسا، لانه هو اشتغل كتير جدا في تنميه الريف والعماره المستدامه، وله باع طويل في تجريب منهجيه فكر حسن فتحي ورمسيس سويسا. فكانت الندوه بتاعه النهارده. بالاضافه الى انه برضو قمه المناخ وكان بيت المعمار له مشاركه في فعاليات وزاره الثقافه اللي في شرم الشيخ، والاعلان برضو الباشمهندس شريف والاستاذ اسلام شاركوا في الاعلان اللي هيعلن في نهايه اليوم. طيب مين هو الاول؟ الباشمهندس المعماري شريف ابو زيد. احنا بنحب نقول معماري عشان العماره تلت منها بس الهندسه وتلت الفن وتلت الانسانيه. المعماري شريف ابو زيد خريج عماره الاسكندريه سنه 83، وعمل بمشروع تصميم قريه نجع الطارق لاهالي قريه الجرنه، وعمل بكتير من مشروعات او العماره البيئيه في اسوان وفي شلاتين، وله خبرات برضه بره مصر كتير. وهو صاحب مكتب استغربت جدا لما لقيته اسمه الجرنه للفنون المعماريه. فاما البرزنتيشن الثانيه او العرض الثاني هيكون مع الباشمهندس الاستاذ اسلام الباحث والاكاديمي والباحث في الاثار الاسلاميه، وان شاء الله هنقدمه تقديم يليق بيه لما يجي البرزنتيشن بتاعنا. اهلا بحضراتكم ومع الباشمهندس شريف. اهلا بيكم في بيت المعمار، بيت المعماريين. احنا نبتدي البدايه، احنا لازم نرجع لفضل الاهل في البدايه. فاحنا البدايه بتاعتنا هنا هو احنا بنوجه شكر للدكتور عصام صفي الدين. دكتور عصام ده اللي ما يعرفش هو صاحب فكره بيت المعمار، ودكتور عصام كان تلميذ مهندس حسن فتحي وملازم ليه في اخر يمكن 10 15 سنه، وهو اللي كان موجود وقت رحيل مهندس حسن فتحي، هو اللي حافظ على التراث ووثقه وعرضه بطريقه متحفيه وانفق من ماله الخاص عشان يحافظ على البيت ده ويسلمه لوزاره الثقافه ويبقى فيه حاجه اسمها بيت المعماريين. فشكرا دكتور عصام دي مديره البيت والدينامو المحرك بتاع البيت، فبنشكرها وهي سبب تجمعنا دايما ووجودنا هنا اهو. الوزاره هي اللي اختارتها مش الوزاره هي اللي اختارتها مش انا. بننصب من فضل الاهل يا دكتور الحفاظ على التراث. انا وانا بحضر الموضوع ده كان عندي مشكله طبعا ان يعني اذا وجد الماء بطل التيمم ووجود دكتور عصام يعني وهو في قلب الاحداث وانا هتكلم على اثنين من العمالقه دول كانت حاجه صعبه. الحاجه الثانيه ان اي حد لو كتب بس اسم حسن فتحي ولا رمسيس على النت هيجي له معلومات يعني وتاريخ والمشاريع كلها. فانا كان لازم هتكلم على الموضوع من زاويه مختلفه شويه، اتمنى ان انا اكون يعني موفق فيها. هي كانت الرؤيه بتاعتي ان ايه اللي خلى الاسم بتاع مهندس حسن فتحي ومهندس رمسيس لغايه النهارده هو اكبر اسم في المعماريين اللي عصروه والمعماريين الحاليين. يعني انا لو حبيت اعمل شويه لايكات على النت هكتب احط صوره مهندس حسن فتحي واكتب تحتيها اي حاجه هيجي لي اللي مؤيد واللي معارض وهتعمل حاله. فايه سبب التوهج والتقلق والحضور الطاغي لغايه دلوقتي برغم يعني مهندس حسن فتحي اتوفى 89. فاحنا النهارده ان احنا لسه بنتكلم وهو الاسم النجم اللي على الساحه المعماريه. فانا كانت وجهه نظري ان الرواد
فكره انسانيه هي الدافع بتاع النشاط بتاعهم. والفكره دي كانت ان توفير سكن ملائم للغير قادرين بطريقه انسانيه وباسلوب فيه معالجات بيئيه بالخامات المحليه بالاهالي بدون اللجوء لشركات مقاولات. الفكره دي هي كانت الفكره الاساسيه اللي جمعت الاثنين مع بعض. وبرغم ان كان وقتها انا بتكلم في الاربعينات كان في توجه للحداثه، يعني للتكنولوجيا، للجوء الى العناصر الحديثه في العماره، وده كان توجه عام يعني في العالم. وبالتالي بقى عندنا في مصر يعني كان بيقودوا اثنين من المعماريين الكبار، ميس فاندري وكورتيزيه، مع حركه البو هاوس اللي كانت موجوده وقتها. لكن مهندس حسن فتحي ومهندس رمسيس سويسة هم اصروا على وجهه نظرهم. وجهه نظرهم دي اللي بعد كده هو يعني المهندس حسن فتحي ليه لقاءات وكاتب ولقاءات تلفزيونيه موجوده بينادي بضروره السيطره على الاحتباس الحراري اللي بيحصل جوه البيوت وبصوره طبيعيه من المنبع، ما ننتظرش انها تحصل عشان لو حبينا ان احنا نعالجها هنعالجها بطرق ميكانيكيه اللي هو التكييف اللي هو الدفايات. وفي الحاله دي احنا العماره بتاعتنا التقليديه تندثر وهنروح للعماره المستورده من الغرب. وبعد كده لان هو اللي عنده التكنولوجيا هو اللي عنده المصانع وهو بيدور على اسواق احنا سوق بالنسبه له فيكون سيطره اقتصاديه. وده كانت وجهه نظر المهندس حسن فتحي. انا حاطط مشروع من اهم مشروع المهندس رمسيس سويسة وصفه قريه الحرانيه. قريه الحرانيه في الجيزه في طريق سقاره. القريه دي هي انشأت بغرض التنميه الريفيه. يعني المهندس رمسيس سويسة كان عنده فكره حب يستعين بالعماره عشان ينفذها، وهي التنميه يعني تنميه اهل الريف من خلال نشاط معين. فكان بيستعين بالعماره عشان يحقق فكرته. ما كانش عايز يعمل ستايل معماري، ما كانش عايز يعمل فكره في دماغه يثبت انها ناجحه، لا هو نجاحه في نجاح القريه في ان تنجح في انها تعمل التنميه دي. والمشروع ده هو انجح مشروع ريفي يعني تنميه ريفيه حصل في مصر لغايه دلوقتي، لان قريه الحرانيه هي احسن انتاج سجاد يدوي ومزار. فبالتالي ما عندناش تجربه ثانيه لا دلوقتي ولا قبل كده في هذه التنميه. فهو المهندس رمسيس هو نجح في انه يحقق فكرته والعماره اصبحت بتخدم على الفكره. ما بيعملش رؤيه معماريه وبعدين يدورها على فكره. وده سبب النجاح وسبب ان الناس دي عايشه لغايه دلوقتي. هنيجي بعد كده المهندس حسن فتحي. طبعا الصوره اللي على الشمال دي اشهر صوره يعني اي حد يقول حسن فتحي مشهور بيها، قبه وقبو وفتحات صغيره ومن جوه الايوانات الداخليه. ده اشهر حاجه للمهندس حسن فتحي. وبرضه يعني وضع ظلما في ان القبه والقباب والبناء بالطين اي حد يعني مش مطلع قوي هيقول ده بتاع القبه والبناء بالطين، وهو الموضوع مش كده خالص. هي كان الطين لان هو كان ارخص حاجه موجوده ساعتها يعني تحت رجل الناس ما بيشتروهوش، والقبه والقبو ده كان ارخص حاجه ممكن يعمل بيها السقف. فبالتالي هو وصل للفورم ده من خلال تطبيق فكره، لان الفكره ما بتموتش. يعني الفكره طول ما هي مرتبطه بعناصر خيره وبرؤيه مرتبطه يعني بمنفعه للناس فالفكره بتعيش. وهو كان مهندس حسن فتحي بينفذ فكره ومش بينفذ طراز معماري. يعني الطراز المعماري بتاع مهندس حسن فتحي هو حصل واثناء العمل في هذه القريه. انا الحقيقه انا عشت شويه في ما بين 84 و 86
او 87 كنت بزور الجورنال كتير جدا جدا وعشت جواها. وانا بحضر الاوراق لقيت مجموعه اوراق كان صديق والدي اداني لما هي مهتم، كانت مقدمه دراسات مقدمه من المهندس حسن فتحي لتصميم البيت الريفي، وكان جزء منها التفاصيل الداخليه. انا هعرضها دلوقتي لانها كانت بالنسبه لي فيها يعني موضوع كان مفاجاه ليا بخلاف المنظر اللي احنا شايفينه دوت. فاحنا هنبدا نشوف دلوقتي دي كانت مقدمه في سنه 1963 في مؤتمر افرو اسيوي للاسكان، وكان كل مهندسين مصر مقدمين دراساتهم فيها المهندس حسن فتحي. فهو قدم الدراسه بتاعت البيت كلها بما فيها التفاصيل. انا واخد بس التفاصيل لانها هي دي اللي انا بشوفها، هي دي الانسانيه والعبقريه. هنا ده دراسه للفرن الفلاحي. المهندس حسن فتحي خد فكره من الفرن الفلاحي، وهي الهواء السخن اللي بيطلع من الفرن دوت ليه ما استفدش بيه، فعمل فتحه في الفرن لو انا قفلتها يطلع مدخنه، فتحتها بيخش على الحيطه وبيخش. وهنا على الشمال في السكشن اللي تحت ده سرير، اللي تحت يعني ناحيه فيها فرن وناحيه فيها سرير. لو نمت عليه بيكون سخن من شغل الفرن بالنهار. وتفاصيل كتير، في تفاصيل كتير كذا تصوير الفرن الفلاحي، بس انا حطيت ده عشان اشوف مدى التعايش بتاع المهندس حسن فتحي مع التفاصيل الداخليه. ده للمرحله البدنيه. عندي هنا دراسه حيز الطبيخ. يعني موضوعنا مش قبه وفولت اللي احنا شايفينه، لا. المهندس حسن فتحي درس التفاصيل الداخليه بتاعت معيشه الفلاح اللي انا بسميه العميل بتاع المهندس حسن فتحي. فهو درس بالتفصيل طريقه الطبخ، والتفاصيل هنا هنلاقي بقى انه عمل في فرن صيفي وفرن شتوي، ومع السرير اللي ورا الفرن. وده ما يقدرش يعملها الا لو واحد تعايش مع المشروع ومع الفكره. ما كانش المقصود منها ان اعمل شكل خارجي، هو ده انا قصدي كلامي. موضوع القبه والقرب ده اشهر حاجه، ولكن احنا عندنا التفاصيل اللي جوه ثريه وغنيه جدا. هي في دي كانت اغرب حاجه انا فاتت عليا، انا لسه شايفها وانا بحضر. دي دراسه لحيز الغسيل. يعني حسن بيه فتحي بتاع الفا بيانكا في لبنان، وبتاع دار السلام في نيو مكسيكو، هو درس حيز الغسيل بتاع البيت الفلاحي. يعني انا اسمحوا لي انا اروح هنا لان الموضوع ده شويه. هو هنا قسم منطقه الغسيل، فالف دي المقعد، ب دي المذهله، ده ب اللي هو هنسميه ده هو اللي كاتبه المسند الطشت. يعني حسن بيه درس هنا الطشت، مقاس الطشت، ونلاقي في السكشن هنا عامل تجويف في المسند عشان الطشت لما ينزل يتحط هي هتكون قاعده هنا السيده ما يجريش منها. يعني احنا وصلنا للتفاصيل، مش ان انا بعمل حيز وبس بقول ده، لا. وبعدين جيم ده حوض نقع غسيل. يعني هو عارف ان الطريقه بتاعت الغسيل، ففي حوض نقع الغسيل. ايه دي الغسيل النظيف. فاصبح الست بتقعد هنا تاخد الغسيل الممنوع من هنا، تغسله في الطشت اللي هو فيه تحكم عشان ما يجريش منها، وتحطه هنا. انا الحقيقه انا الورق ده كان عندي من زمان جدا، بس وانا بطلعه دلوقتي انا اخدت بالي من الموضوع ده. كان مذهل بالنسبه لي ان لاي مدى الناس دي وصلت في التفاصيل الانسانيه بتاعت المعيشه الداخليه. وده احنا ما بيوصلناش، احنا بيوصل لنا في الاخر في فورم نهائي فيه شويه قوه وشويه فولتات، وهو الموضوع ده الجوهر بتاع الموضوع هو اللي احنا بنعرضه. هنيجي هنا، هو ده غرفه النوم. هنلاقيها في بلانات كتيره، اي حد اطلع على رسومات البلد هيشوف. ولكن انا كان ليا الرؤيه دي انا كنت شفتها لما كنت بلف، وكل ما كانت لفتت نظري هي ان الحيطه عند الناس الرواد دول، الحيطه مش مجرد تحديد للفراغ. عندنا هنا الحيطه تحديد الفراغ، بنعمل 4 حيطان وباب، اوضه نوم، 4 حيطان وقرش. دي
بسيطه جدا لغايه ما وصلت لمعنى. المعنى ده هو ان المهندس حسن فتحي خلى عناصر المبنى تتفاعل مع النشاط الانساني داخل الفراغ. يعني احنا هنا الحيطه مش مجرد ده احد وظائفها انها حددت الفراغ، ولكن ليها وظائف كتيره جدا بتتغير مع تغير النشاط الداخلي، فاصبح كل عناصر البيت بما فيها السقف، بما فيها العتب، بما فيها الايوانات، هي مش منظر، لا دي بتخدم على نشاط الدرس كويس قوي زي ما احنا شفنا، وبعدين بياخد العناصر الانشائيه بتاعت المبنى بتخدم على هذا النشاط الانساني في الداخل. فالحقيقه انه كان شيء مبهر جدا جدا ان يعني الرواد دول بيقدموا لنا عماره دلوقتي بناخد منها. وانا شخصيا انا خدت النظريه، انا شغال، انا عندي نظريه اسمها العماره التفاعليه، انا واخدها من هنا. كتير بيسالوني يعني ايه عماره تفاعليه؟ هي دي، انا اقصد ان المهندس الشاطر اللي يقدر يخلي العناصر الداخليه بتاعت المبنى تتفاعل مع النشاط الانساني داخل الفراغ. ليس فقط ان انا بحدد بالقلم اوضه 2 3 بقت شقه، ده ابسط حاجه، انما الرؤيه دي هي الرؤيه اللي انا ارى انها يعني جديره ان احنا ندرسها ونبص لها، ونسيب خالص موضوع القبه والفولت في دراسه نماذج حسن فتحي والرئيس يوسف، نسيب الكلام ده وندرس الداخل. لو حد معماري عايز رؤيه فهي هنا. ويدور الزمان ويلف بعد ما العباقره دول ادونا الكلام ده من 80 سنه، ونيجي على ارض مصر، يجي لنا العالم كله على ارض مصر في مؤتمر المناخ كوب 27، جايين عندنا بيجتمعوا وبيقولوا توصيات من ضمنها اقوى توصيه، وهي حتميه اللجوء للعماره الخضراء والمعالجات البيئيه، لان اكتشفوا ان قطاع التشييد والبناء بيمثل 38% من الانبعاثات الضاره. فاجتمع الرؤساء كلهم وطلعوا توصيات، من اهم التوصيات ان ضروره وحتميه اللجوء للعماره الخضراء. انا من وجهه نظري بقول وكأن زعماء العالم دول كلهم جم معانا النهارده عشان نكرم المهندس حسن فتحي والمهندس رمسيس ويثبتوا صحه التوجه بتاعهم اللي هو من 80 سنه. فكل التحيه كل التقدير والاحترام للمهندس حسن فتحي والمهندس رمسيس، وبدعوكم نقف يعني تحيه ليهم ونشكرهم على اللي قدموه لينا، واللي احنا لغايه دلوقتي احنا واقفين هنا في بيت مهندس حسن فتحي، فشكرا ليهم. احنا هنتكلم انا هتكلم بقى بسرعه. احنا عندنا التغيرات المناخيه في الحياه اليوميه، انا هتكلم على الجزء السكني، وزميلي اسلام هيتكلم على المباني التراثيه. انا هتكلم بسرعه لان في يعني مهم جدا عايز اوصل لنقطه. احنا هنا النماذج دي احنا شايفينها حوالينا دلوقتي، اللي هي نماذج مشاريع اسكان متوسط ومحدود الدخل، اصبحت بالمنظر دوت. والمنظر ده ترجمه لسيطره الفكر الاستهلاكي الغربي علينا، ان احنا بقينا سيبنا الخصوصيه بتاعتنا. احنا لينا خصوصيه في الجو، لينا خصوصيه في العادات، لينا خصوصيه في المعيشه، المفروض كنا نتمسك فيها وناخد اللي ينفعنا من الغرب عشان نعمل حاجه تناسبنا. احنا للاسف لحقنا النموذج الغربي ولا تمسكنا بالقيم بتاعتنا، احنا رحنا لحاجه زي الغابات الاسمنتيه. اللي انا بتكلم فيه طبعا الموضوع بتاعنا هو التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه دي بتجبر اي حد يشتغل دلوقتي انه لازم يعمل معالجات حراريه ومعالجات بيئيه. المعالجات الحراريه ان انا يعني في حاله زي دي اقصى حاجه اقدر اعملها ان انا اعزل الحيطان عشان ما يحصلش تبادل حراري، ولكن اللي هيسكن هنا غصب عنه هو لازم يركب اجهزه تكييف، لان ده لا ليه اتجاه ولا ليه اي تهويه ولا ليه اي حاجه
فلازم هيركب اجهزه تكييف، وبالتالي هيبقى كل الوحدات دي كلها مركبه اجهزه سواء على الواجهه سواء على جنب. وانا هتكلم بسرعه على اجهزه التكييف عشان يعني اجهزه التكييف ليست بريئه. المفروض ان جهاز التكييف ده لعلاج عرض ولا يعني لعرض وليس لعلاج مرض. زي حبايه الصداع انا باخدها وانا عندي صداع بتودي لي صداع لكن ما بتعالجش المرض. طب المرض عندي ايه؟ المرض ان وجود احتباس حراري غصب عني نتيجه عدم وجود معالجات حراريه، فشغل التكييف يفضل شغال معايا الى ما شاء الله، وده بيثبت فشل المبنى في انه يحتوي اللي ساكن جواه. الناحيه السلبيه اللي باينه قوي اللي بيستخدم التكييف هي الناحيه الاقتصاديه. الناحيه الاقتصاديه في ناحيه التكييف اللي هو ثمن التكييف اللي بقى مرتفع جدا، وفاتوره الكهرباء اللي بتيجي عاليه جدا جدا بتمثل ضغط على الاسره اللي هي دخل متوسط اللي المفروض هي يعني يا دوبك تتكفل بمعيشتها، فبيضطر يحط تكييف وبيبقى عنده ميزانيه للكهرباء. الناحيه الثانيه السلبيه في الناحيه الصحيه بتاعت استخدام التكييف، ان التكييف اذا لم يحدث له الصيانه الدوريه وتغيير الفلاتر بيتحول التكييف نفسه الى جهاز ملوث للفراغ الداخلي، لانه في الفطر بينمو في الاماكن الرطبه وبيبقى الفلتر رطب، وفي فطر اسمه فطر التكييف ده معروف، فبالتالي بعد فتره بيبقى جهاز التكييف نفسه هو مصدر تلوث. الحاجه الثالثه اللي هي غير مرصوده قوي وهو الناحيه السلبيه على الجهاز العصبي، لان الجهاز التكييف طول ما هو شغال هو شغال على كومبريسور. الكمبريسور ده حتى لو سايلنت هو بيظهر ذبذبات التراسونيك صوتيه وبيعمل طنين، وهذا الطنين وهذه الذبذبات بتصاحب اللي قاعد في البيت، بتصاحبه طول وقت وجوده في البيت، سواء بقى قاعد بياكل بيتفرج على تلفزيون وهو نايم، ودي يعني بنلاقي كتير واحد صاحي من النوم ما في يعني زي ما يكون ما نامش تعبان، ونقدر نستدل بيها في حاله ان لو الكهرباء قطعت. لو الكهرباء قطعت احنا بنحس براحه وبنحس ان زي ما يكون في حاجه اتشالت من على ظهرنا. هو الحقيقه بيكون مش حكايه ان عدم وجود نور، هو بيبقى توقف كل المواتير التي تصدر الذبذبات بما فيها بقى موتور الثلاجه وبما فيها، بس التكييف ده لو حضرتك قفلته هيجي لك برضه الطنين والذبذبات بتاع الجرج اللي فوق او الجرج اللي تحت او جرج اللي جنبك. في النماذج دي عندنا كمان يعني نقطتين سلبيتين، وهي عدم تجدد الهواء داخل الوحده السكنيه. عدم تجدد الهواء ده يعني الهواء جوه الوحده السكنيه زي الميه في البحيره، اذا سكنت فسدت. فبالتالي لو ما عنديش هواء اللي هو كلام فنتليشن اللي هو هواء مخترق داخل الوحده السكنيه، ده بيؤدي الى امراض مستوطنه، ودي بنشوفها. عيله واحد يجي له انفلونزا، الباقي يجي له انفلونزا، حد يجي له انفلونزا يقول انا بقالي 3 اسابيع باخد الادويه ما بخرجش من البيت مش عارف اخف، لان هو التهويه السيئه بتخلي فيه توطين للفيروسات داخل المكان. احنا طبعا شفنا دلوقتي يعني لو هنقول بالمصطلح بتاع الاكل، احنا شفنا الزفر. احنا هنخش دلوقتي على الحلويات بقى وهنشوف كده. ده الحقيقه مشروع تطوير بقى سور مجرى العيون، انجح مشروع واجمل مشروع اتعمل في الفتره الاخيره، ومش محتاجه معماري يتكلم لان هو بينطق بالانسانيه. يعني المشروع نفسه بيتنفس. يعني انا شايف وانا بتفرج على المشروع انا باخد نفسي كويس، وبالتالي اقدر اتكلم هنا بقى على هوا واقول هنا مفيش تهويه وهنا في تهويه، اقدر اتكلم براحتي على حاله انسانيه. اللي فاتت ده اللي احنا مسمينها زفر، لا احنا هنا بقى قدام صينيه حلويات يعني جايه شاميه يعني. واحنا حظنا حلو ان الدكتور محمد الخطيب معانا مصمم المشروع واللي بنرجو تكراره بعد كده، هو لان احنا شفنا مشروع حكومي بيتعمل بهذا الجمال وهذه الاناقه، طب ليه لا؟ يعني ليه ما احنا اللي عملنا ده واحنا اللي عملنا ده؟ فشكرا دكتور محمد على يعني على
الشغل الجميل دوت. احنا الايام بتقدر تدفع كام قسط عن دراسه، فبالتالي بيبدا يدرس الوضع اللي هو فيه، فيعمل في الساحل حاجه ب 100 مليون، هو عارف في ناس هتشتري، يعمل هنا حاجه ب 500,000، عارف في ناس هتشتري. فالمشتري هو اقوى عنصر في هذه العمليه، لان المشتري لو لم يقبل على شراء المشروع هيتعطل. فانا لو قدامي مشروع وبشوف انا هختار مشروع فيه بلكونه حلوه فيه، انا جايب نموذج على اساس ان انا والله ده حلو، وابدا ادرس بعد كده كمان اللي وراه. واحنا بنقول على يعني على نموذج زي دوت، انا ما بتكلمش هنا على مساحه بس ولا لا، انا بتكلم بقى على دراسات. فانا لو هشتري ايه هيبقى الاتيتيود بتاعي او هيبقى سلوكي لما اجي اشتري؟ انا جايب نموذج ده معمول من جهه متخصصه جدا جدا جدا. النموذج ده انا جايبه نموذج لانه هو شويه كده هقدر اشرح عليه. لو بصينا للمباني الزرقاء اللي في النص، هي هنا عمل النموذج ده، هو ده نفس النموذج ده، هو عمل له ميرور. طيب يبقى انا فين دراسه الاتجاهات والشمس والهواء؟ خلاص دي اتضربت في هنا. نموذج الاورنج جاي هنا وراح اخده هنا، هو نفس النموذج بدون اي علاج، بدون، وده تبقى النماذج اللي موجوده اوريدي في كل الدنيا، في كل القطاع، في كل حاجه، ان المبنى مش مدروس اطلاقا في اي اتجاه ولا ليه اي معالجات. ساعتك لما تيجي تشتري لازم تدرك الحقيقه دي وانت بتشتري. انت بتشتري حاجه يعني انت وحذر بقى، جالها شمس، جالها هواء، جالها بتاع، لان اللي بيشتري بقى هنا بيعمل ايه؟ هو بيكون محضر نفسه على الاسئله التاليه: السعر، طريقه الدفع، المساحه، نوع التشطيب. لو حد حويط قوي هياخد ابن خالته الجقرم عشان يسال بقى السؤال هو المساحه صافيه ولا شامله الجزرات والمنافع مثلا، يعني ده اللي هو حويط قوي يعني. انما احنا بنقول بنضيف حاجه، بقول انا لما اجي اشتري عندي 3 اسئله لازم اسالهم بالاضافه الى الاسئله اللي قبل كده. الاسئله قبل كده مش غلط، ولكن لازم اسال هو ايه نوع المعالجات الحراريه في المبنى؟ تاني حاجه، فين اتجاهات الشمس والرياح اللي احنا بنسميها ديجرام ورد الرياح للمبنى؟ ثالث حاجه، قول لي هو انا الشقه بتاعتي متهويه ازاي؟ دي اسئله بسيطه جدا حضرتك وانت بتشتري شقه لازم تسالها، ومن حقك تسالها. واللي انا بقوله ده المفروض يكون موجود في السكن، زي وجود الاساسات والخرسانات والاعمده، لان انت من غير الكلام ده هتضطر تجيب تكييفات ومعالجات تفضل قاعده ما بتفصلش للنهار. انا هنا حاطط النموذج ده، هو موضوع بسيط جدا جدا. يعني انا حضرتك لو مش متخصص انت بتشوف يقول لك والله ده الشمال بتاعك وده الجنوب وده الشرق، طب برضه افهم منها ايه؟ يقول لك اصل الهواء شمال غرب وشمال شرقي، فيبقى هنا وهنا، وادي دايره الشمس. طب اشوفها على المنظور، انا هنا بقى يبقى الظهر هنا ده ما بيجيلوش شمس، يبقى انا عندي لو انا واخد هنا يبقى شمس الشرق هي اللي بتجيلي. طب هتساله طب انا جوه الشقه ممكن يعني يقول لك انا حاطط حل، انا عامل لك حل ان انا عامل منور كبير وعامل لك شبابيك جوه، لو فتحت الشبابيك مع اتجاه الهواء دوت هتعمل سكشن الهواء، تعمل لك تيار داخلي. فبالتالي من حقك كمشتري انك تفرض طلباتك اللي هي مش طلبات، دي طلبات اساسيه، دي زي لو هروح عماره ما فيهاش اساسات ينفع اخدها. برضه لما حضرتك بتشتري لازم تبقى مدرك ان انت لو مش متحقق الطلبات ديت فانت هيبقى عندك امراض وهيبقى عندك فلوس هتدفعها، وهتبقى البيت هيبقى طارد وليس جاذب. انا كده خلصت، شكرا لوقتكم. دلوقتي يعني استاذ اسلام كباحث وكاكاديمي وحد متخصص في شؤون التراث الاسلامي ومهتم بالعماره الاسلاميه، ولا ايه؟ بس في جاي من الفرن القاهره التاريخيه الجماليه. الفرن دي ازاي بتستخدم الطاقه القديمه. الطاقه دي عمرها 80 سنه وهي لا يعني قلت بس
هيلسي وصحي ومفيد اكتر من الافران الاليه. فبقى ده بشجعكم على تسيبوني وتخشوا جوه. لا ما نقدرش طبعا، بس خلوني برضو اقدم الاستاذ اسلام من زاويه ثانيه. استاذ اسلام هو يعني اقدر اقول من اعمده بيت المعمار. هو جارنا وهو في عماره الامقاف هنا في درب اللبانه. واول ما تعرفنا كان في محاضره كانت الدكتوره مي حواس، وكانت بتتكلم على عماره العثمانيه وتاثير الصوفيه وتاثير المذاهب على العماره الاسلاميه، وكان قابل المحاضره بهجوم شديد جدا بعينيه الذكيه وابتسامته، كان حاد جدا. وبعدين بعد كده كانت يعني ملاحظاته كانت ذكيه جدا الحقيقه، بس كان حاد قوي. بعد كده مره كنت قاعده في المكتب ولقيته جاي يقول لي احنا هننظف درب اللبانه وهنجيب الكناس الفلاني وهنعمل كذا وهنعمل كذا. ومن اليوم ده واحنا يعني بيت المعمار بينور باي كونتريبيوشن بيعمله او اضافه بيعملها الاستاذ اسلام. يا اما بيشترك في ورش عمل، يا اما بيقود ورش عمل، يا اما بيقدم محاضرات، يا اما بيرشح اسماء تقيله جدا وعندها علم كتير عشان تضيف لفعاليات بيت المعمار. والحقيقه يعني له ايادي بيضاء كتيره جدا، ومهتم اكيد بحكم دراسته مهتم بالتراث. فكمان بقاله باع مع الباشمهندس محمد الخطيب في تطوير القاهره، وكل شويه نشوفه في مؤتمر ونشوفه في ندوه ونشوفه في حاجه. فالحقيقه يعني انا يعني ممتنه جدا وسعيده وفخوره انه ال7 سنين دول من عمر العلاقه كل يوم هو يعني احلى واكثر واتقل واعمق واكثر تاثيرا من اللي قبله. فتحيه كبيره ده كلام كبير قوي. ما حكيتلوش بس حكايه انا والباشمهندس شريف عشان نحكيها فده بوينت ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس. وانا مش هطول عليكم قوي، بس الموضوع تاثير التغيرات المناخيه على المباني التراثيه تحديدا على حاله مدينه القاهره التاريخيه. لما الواحد بيدرس التاريخ الاجتماعي بعيد عن السياسي بيلاقي ان عندنا في عجز شويه في دراسه تفاصيل مناخ المباني اللي دلوقتي فيها اثار او التراث اللي هي بتتعرض لتغير مناخي ملموس. مش عارف هل انتوا شايفين ان هو ملموس مناخ القاهره؟ انا بقعد مع حد اكبر مني شويه بيقول لي انا ما شفتش ابدا ان حراره الجو وصلت 45 كميه هطول الامطار. ففي كده عندنا مشكله في دراسه المناخ اللي في العصور الوسطى، بحيث ان انا اقدر ابص لعيون الترميم بعيون مختلفه تلائم البيئه المناخيه اللي اتبنى فيها الاثر والبيئه المناخيه الحديثه اللي المفروض نحافظ عليه فيها. فاخر 5 سنين هي اللي خلت الواحد يعني بيفكر في النقطه دي. واكتر حدث مش عارف هل جه في الميديا او لا، وقت زياره الامير تشارلز قبليها بيومين 3 حصلت امطار غير متوقعه على مدينه القاهره بكميات غير متوقعه، ادت الى انهيار بيتين بجوار بيت الرزاز وانهيار جدار في بيت الرزاز بسبب الامطار. البيت لسه مترمم، بيت الرزاز لسه مرممينه. طب لما تنزل عليه كميه امطار غير متوقعه وفي كم من وقت صغير مع كميه كبيره من الامطار، غير البيئه اللي احنا هنشوف ازاي مناخ القاهره كان موجود في العصور القديمه يعني من حوالي 500 600 سنه يعني. دي اسئله بتيجي في دماغ يعني اللي جت في دماغي، يعني ايه التغيير المناخي اللي عليه الضجه الحاليه؟ وهل تغيير المناخ ده حدث جديد ولا حدث او تغير قديم بيحصل مرتبط ارتباط وثيق بعمر الارض؟ طول عمر الارض بيحصل عليها تغيرات مناخيه، لكن القرن 19 كان نقطه فاصله في التغير المناخي. القرن 19 من هنا جت الانبعاثات الحراريه بدات تزيد، فاصبح الانسان هو العنصر الاساسي في التغير المناخي. ده ترتب عليه ان انا ما اقدرش يحصل عمليه توقعات للطقس او حاله المناخ اللي جايه في فترات زمنيه طويله. يعني بعض الاسئله، النهر النيل وقائمه التراث العالمي دي هنطرحها، ايه علاقه اصلا مورد طبيعي ان هو يساهم في انشاء قائمه التراث العالمي؟ والقاهره التاريخيه بقى اللي
فيها حلول مناخيه وبتعاني برضه من اثر التغيرات المناخيه. زي ما قلت التغير المناخي في التعريف الامم المتحده هو تغير التحولات طويله الاجل في درجات الحراره وانماط الطقس، ولكن اللي يهمني اللي هي منذ القرن ال 19 اصبحت الانشطه البشريه هي المسبب الرئيسي للتغير المناخي، وهم دلوقتي بدأوا يغيروا في التعريف الاولاني تحولات طويله الاجل، هي يعني مش طويله الاجل قوي، هي اصبحت قصيره الاجل واصبحت احنا ممكن نحسها شتاء عن الثاني وصيف عن الثاني. التعريف الثاني ربط التغير المناخي بالتراث. التراث كلمه في مصر بتستهلك على ان هي حاجه قديمه وبنقفلها او حاجه بيت شكله حلو وبنرممه، لكن التراث في مفهومه الاشمل ان هو بيدينا حلول ومعالجات زي ما تطرق ليها الباشمهندس شريف، ان انا ممكن اقدر ان انا احافظ على عناصر البيت وحاله الجو فيه بدون التطرق لاستخدام مواد بنائيه خارجه عن البيئه اللي احنا فيها، وفي نفس الوقت ازاي التغير المناخي كان موجود في فترات العصور الوسطى. ده الجزء اللي انا حاولت اعمل عليه سيرش سريع. مصر حصل فيها تغيرات مناخيه كتيره جدا منذ عصر منذ التاريخ المصري القديم وعصر الدوله القديمه. يمكن الدوله القديمه احد اهم اسباب انهيارها كان التغير المناخي، حصول الجفاف. دايما احنا مرتبطين بنهر النيل، يحصل جفاف فبيحصل تغير مناخي، بيحصل فوضى بيترتب عليها نهايه الدوله. اللوحه دي بقى لوحه جميله جدا، هي اسمها لوحه الطقس السيء او لوحه العاصفه، دي بترجع للملك احمس وكشفت في الكرنك في الاقصر. اللوحه دي مسجل عليها حدوث تغير مناخي في فتره حكم الملك احمس الاولى قبل تحرير الهكسوس، ويعني العلماء بدأوا يفسروها. هو هنا بيحكي ان حصل ظلام، الشمس غابت، حصل سيول، ولكن علماء الجيولوجيا دلوقتي في بريطانيا بيدرسوا نظريتين لاسباب الظاهره اللي حصلت دي. هي اكيد ناتجه عن التغير المناخي، سواء عن طريق السيول او سواء عن انفجارات بركانيه كانت موجوده في البحر المتوسط اثرت على الاقصر في فتره زمنيه مش كبيره، صغيره، وده استدعى ان هي تسجل بتفاصيل في اللوحه بتاعت الملك احمس اللي هي لوحه الطقس السيء. مصر وقائمه التراث العالمي او حمايه التراث العالمي في التغير المناخي. قائمه ما لقيتش احسن من التويته اللي نزلتها اليونسكو في الاحتفال بنقل معابد ابو سمبل، ان كتير منا ما يعرفش ان انشاء قائمه التراث العالمي في الاساس كان مرتبط بالظاهره دي، كان مرتبط بعمليه النقل الفنيه المعماريه الجباره اللي قام بها المصريين لمعابد ابو سمبل بسبب تحول مجرى نهر النيل. يعني في علاقه بشكل او باخر بين انشاء القائمه دي ونهر النيل كمورد طبيعي. مصر عملته عشان تحد من عمليه الفيضان كسبب اساسي، والسبب الثاني علشان توفر مورد الكهرباء اللي كان نادر في الوقت ده. فانا بحاول اقرب الدنيا شويه ان اصلا التراث العالمي والاهتمام بيه كان مرتبط بشكل او باخر بتحول مجرى نهر الطبيعي. في الفتره او في العصور الاسلاميه المؤرخين ما كانوش مؤرخين بالمعنى المفهوم، مش خريجين كليه الاداب قسم التاريخ، كان المؤرخ اشمل من كده بكتير، وذكروا بعض تخطيط المدن وشروط الاقامه بتاعت المدن في كتاباتهم. اشهر الكتب دي سلوك الممالك في تدبير الممالك لابن ابي ربيع، وده كتب الكتاب واهداه للخليفه العباسي المعتصم، واسند فيه 6 فصول كامله عن علاقه انشاء اي مدينه بالمناخ بتاعها واستخدام اعمال الرصد التنبؤي. يعني هو كان كاتب الراجل كده في المخطوط بتاعه يعني 6 فصول كامله عن علاقه المدينه وعلاقه المناخ. المقريزي نفس النظام لما ذكر كذا حدث منها اسباب اختيار موقع قلعه الجبل وقد ايه بهاء الدين كراكوش اللي بيمثل يعني ان هو بنى القلعه بشكل حاد، لا ده استعان بعلماء يدرسوا الموقع من الناحيه المناخيه قبل موافقه السلطان صلاح الدين على مكان قلعه الجبل الحالي. والمخطوط ده
واحد اسمه الطبيب الجيزاوي وبيرجع للعصر الفاطمي برضه كان بيشير الى اهميه دراسه المناخ ومناخ المنطقه قبل الشروع في انشاء المدن واستخدام المواد الموجوده في النطاق الجغرافي للمدينه في عمليه البناء. ده بالنسبه لعلاقه يعني كلمه المناخ وردت ازاي او شافوها ازاي المؤرخين بتوع العصور الوسطى وتاثيرها على الناحيه العمرانيه والبيئيه. لغايه ما يعني في العصر الحديث علماء الحمله الفرنسيه اللي بيوصفوا مناخ واهتموا بدراسه مناخ القاهره. من الواضح من خلال الدراسات ان مناخ مدينه القاهره ظل ثابت لفتره طويله. يعني بعض العلماء بيجزم ان هو ثابت لفتره 2000 سنه، لم يتغير التغير الملحوظ الضخم الكبير اللي احنا بنحاول دلوقتي نتلمس التغير ده في الظواهر ونسبه هطول الامطار. القاهره مدينه جافه ما بتسقطش على الامطار الا نادرا، ولو سقطت الامطار بتبقى تسقط بشكل خفيف مش متكرر. المناخ فيها مناخ يعني شبه صحراوي، ده اللي استدعى وجود برك زي بركه الفيل وبركه عند عين السيره، استدعى وجود بعض المتنزهات. كان الخلفاء كانوا بيعملوا متنزهات ضخمه للحد من الظواهر دي. ده اللي ذكره جمار في كتاب وصف مصر. يعني مناخ القاهره فضل ثابت ومرصود بشكل، انا بحاول استطلع لكن مفيش بحث تناول الى الان يعني، ودي مساله عايزه وقت وعايزه يعني تصاريح من المعهد بتاع مرصد حلوان ان احنا نطلع. ممكن هنلاقي في اخر 100 سنه لكن مش هنلاقي الا لو دورنا اكتر في التراث بتاعنا، التراث المكتوب لمناخ مدينه القاهره. لكن الثابت هو استقرار الحاله الا على فترات. طيب بالنسبه لمدينه القاهره بقى، دي خريطه لمدينه القاهره في العصر الايوبي، بدايه العصر نهايه العصر الايوبي. حصل ان مدينه القاهره، اجي اقارن الخريطه دي بظروفها البيئيه وموقع مدينه القاهره وكم البرك وكم البساتين اللي كانت موجوده فيها. يعني عايز اقول حاجه، ان جور الصقلي لما دخل مصر احنا بنتخيل كده ان هو جه واختار الظهير الصحراوي وبنى فيه العاصمه الجديده اللي هي مدينه القاهره. الحقيقه ان كانت هناك في المكان اللي قعد فيه جوهر كان هناك مساحه خضراء كبيره جدا اللي هو البستان الكافوري، البستان بتاع الخشيب. فهو بستان ضخم جدا، عمل قدامه القصر بتاع الخليفه الفاطمي واحاط كل الكلام ده بسور كمدينه سلطانيه يعني، وعمل الجامع الازهر. اذا ما كانتش القاهره بالصوره اللي عليها دلوقتي. طبعا مع ردم في القرن 19 لما حصل ردم لمعظم البرك الموجوده في القاهره، وردم لشارع الخليج المصري، ويعني مكان حديقه الازهر مثلا اللي كان بقاله 500 سنه الى افتتاحها كمقلب زباله للعاصمه، وضع بحيره عين السيره كمقلب زباله بجوار جامع عمرو بن العاص، مقلب زباله تاريخي. يعني في زباله موجوده من ايام المماليك، الخزف اللي احنا بتوع الاثار بقى بندهمش فيها ايام دكتور علي بهجت، وطلع الخزف المملوكي والخزف الفاطمي. فالتغيرات اللي انا قلتها دي مقارنه بالخريطه دي غيرت. لو قسنا بمعدل التلوث ومعدل ارتفاع درجات الحراره ومعدل ان مفيش اي تهويه محيطه بمدينه القاهره من 50 سنه، لما بقعد مع حد كبير يقول لي البساتين والفرج والكلام ده كان الظهير النباتي للقاهره اللي كان بيمدها بالاكل لما اثر على السلع، كانت الاسعار فيها رخيصه، وكان بيساعد على رئه متنفسه للقاهره. كل ده واحنا بنتعامل على الاثار زي بيت المعمار اللي احنا فيه ده في مبنى بقاله 200 300 سنه، حاجه راممه بالشكل التقليدي بدون دراسه العوامل الجويه الطارئه الجديده اللي طرأت عليه. ده هيؤدي في النهايه الى اعمال ترميم بتتم بشكل ممكن غلط. يعني انا لو كاتب كده لا البيت ده ما فيش مطر في القاهره والمطر ما بينزلش، فرمم باسلوب يلائم الطبيعه دي، في حين ان الطبيعه دي في اخر 3 سنين تحديدا اتغيرت بشكل كبير جدا. المعالجات المعماريه ده جزء خاص بالمعالجات المعماريه اللي في القاهره التاريخيه لتاثير المناخ، وده اتكلم فيها باشمهندس شريف بشكل اوسع، ان احنا ممكن نستخدم نفس المعالجات اللي اتبنت دي اللي احنا بنفتقدها في البيوت الحديثه.
هتلاقي ده ايه ده؟ ايه البيت ده؟ بيت المعمارة اللي احنا فيه. ايوه بيت المعمارة اللي احنا فيه. الكورت اللي موجود، المقعد، استخدام المشروبيات، مادة الحجر نفسها، مادة الخشب وتأثيرها في تلطيف الجو. يعني انا ببقى ماشي بره البيت هنا في اغسطس، اخش هنا البيت مثلا اقل حاجة 10 درجات، واطلع عمارة الاوقاف المتحزمة خرسانة دي، اخش جوه بقى يعني اولع تكييف بقى واسرق كهرباء. يعني الجزء الاخير ده اثر الاضطرابات المناخيه على التراث العمراني اللي هو زي ما قلت الثابت مناخيا الى حد كبير في القرون السابقه، المتغير بشكل سريع في الفتره. وانا عملنا مقارنه. البيبر دي انا بعمل لها عمليه اعداد. طبعا هو مش انا لوحدي اللي مشارك فيها، في فريق من كليه العلوم معايا ومراممين، لان صعوبه الدراسات انا عايز ابدا بالمناخ في العصور الوسطى، ان انا ادعبس في المساله دي مش نادره ومش موجوده يعني. وانا ذكرت حجم التغير اللي طرأ على توبوغرافيا القاهره خاصه في اخر 100 سنه، اخر 3 سنين هو اللي حصل. ده اثناء زياره الامير تشارلز، وانا كنت في باب الوزير، وسقطت البيوت دي قبلها بيومين 3، وحتى هم وقت الزياره حطوا عليها بسرعه يعني اللي هي فراشه. وانهار البيت الرذاذ اللي هو دخله بالفعل امين تشارلز، وسبب الانهيار كان واضح ان سبب الانهيار هو هطول كميات كبيره من الامطار مفاجاه على الجدار بتاع البيت اللي لسه مترمم من سنوات قليله. ما كانش لسه مالك يعني الحمد لله. لو كان خبطت في الملك كانت صعبه. احنا بنتكلم على الموضوع ده، ممكن يعني بنحس ان هو مش تمثيله قوي، لكن في ناقوس خطر بيدق في مدينه صنعاء القديمه. نتابع الاخبار هيلاقي ان اخر سنه ونص صنعاء مدينه ما كانش بيحصل عليها امطار بشكل كبير، بدا يحصل عليها سيول، بدات تدمر المدينه التاريخيه في صنعاء. ادي شكل المدينه وقت السيول مفاجئ بدون اي يعني اللي عمل الحوثيين في اليمن ما يجيش يعني حاجه باللي عملته السيول اللي ضربت مدينه صنعاء التاريخيه بشكل مفاجئ. واليونسكو بتخاط طبعا ظروف اليمن السياسيه والاقتصاديه ما بتخليهاش طبعا تاخد اي رياكشن لاحداث زي دي، بس ده ناقوس خطر. لو احنا فضلنا كده، لو جالنا في القاهره 3-4 مرات مطره بشكل عنيف فجائي، انا اتوقع ان هيحصل، خصوصا مع ان معظم المباني في حاله انشائيه عايزه ترميم عاجل، هي عايزه علاقه وسط بين التكلفه اللي هتتم بيها الترميم او حتى رد الخطوره دي، وبين انا احافظ على المدينه التراثيه. لان صنعاء بصراحه انا بتابع بشكل مستمر اخبارها، حاجه صعبه جدا يعني. احنا برضو مش بعيد، الخطر بيقرب، مش صنعاء بس، مدينه رشيد اللي شهدت السنه اللي فاتت سقوط سقف او اسقف احد المنازل، هو قالوا سقف عثمان، سقف منزل عثمان وقع بسبب كميه الامطار اللي سقطت عليه. الترميم مع ان المسجد برضو المنزل ده كان لسه مترمم، بس هو العيب مش في المرممين عشان ما حدش يعني لو حد موجود يزعل، لكن هو كميه الامطار. مساله الناس دي على كميه الامطار مش عاملين حسابها في المواد الخام المستخدمه في الترميم وفي المعالجات بتاعتها. فمدينه رشيد مدينه بتدق برضه ناقوس خطر. احنا بنقرب على القاهره، لكن احنا مش حاسين قوي ان مدينه القاهره الامطار النادره فيها مع شدتها وارتفاع درجات الحراره واضطراب درجات الحراره في توصل تعدي فوق 45 درجه وتقل تحت الصفر في بعض في الشتاء. وده لكل المؤرخين والرحاله نفوه في العصور القديمه من 200-300 سنه، نفوا ان القاهره لا، جو القاهره في الشتاء دافي، عمرها ما بتوصل لصفر، بتعدي ال 45 درجه، ده خطر جدا. التلوث الهواء طبعا ده قصه يعني اتعمل عليها دراسات كتير، تلوث الهواء ودوره على المباني التراثيه. والهدف من لقائي معاكم احنا بنفتح بس محور لعل وعسى نشترك فيه ونحاول نقدم حلول من كذا جهه. جت صدفه يعني حديقه الازهر اتعمل عليها دراسات، وعلى جامع السلطان حسن وجامع الرفاعي عن تاثرهم بحديقه الازهر من ساعه ما اتعملت. هل من ناحيه الترميم هل ده التلف البيولوجي فيها قل ولا زاد؟ الحجر ماده طبيعيه بياخد ويدي مع
كميه التلوث اللي نتجت لما جت حديقه الازهر وقللت معدلات التلوث بشكل ملحوظ جدا على المنطقه القريبه منها، يعني حدودها باب الوزير وميدان صلاح الدين واجزاء كده من حتى لغايه اول بدايه العباسيه. حديقه الازهر كانت قبه الحياه لتغير تحسين تغير المناخ في مدينه القاهره، وبالاضافه للتطوير اللي حصل في بحيره عين السيره. فده كله المشاريع دي كلها اكيد هتاثر بالايجاب، بس اكيد ان احنا عندنا ملف كبير محتاج تكاتف تخصصات مختلفه لوضع رؤيه فيما يتفق مع دوله بحجم مصر، موقع تراث عالمي بحجم مدينه القاهره، وحلول قابله للتنفيذ علشان نقدر ان احنا نلحق ما يعني ننقذ ما يمكن انقاذه يعني زي ما. وشكرا جزيلا. طيب مين عنده تعليق او اسئله او عايز يكمل؟ اتفضل. مين له اسئله او تعليقات سواء للباشمهندس شريف او للاستاذ اسلام؟ طبعا باشمهندس اتفضل حضرتك، هو هيحب يقول اخر حاجه. اتفضل. اتفضل يا تعليق على مسألة القاهرة بالذات. أولاً القاهرة مؤثرات المناخ فيها الحقيقة كتيرة. أولاً من أول اختيار الموضع طبعاً ليه مورفولوجية القاهرة موجودة تحت كلمة مقطم. اختيار الموضع زي ما جمال حمدان قال ده مؤثر حاسم وكبير جدا في القاهرة. حاجة تانية، القاهرة التغيرات اللي حصلت على النسيج. طبعا نسيج القاهرة في قاهرة العصور الوسطى يعني أو ما قبلها وما بعدها، النسيج هو ممكن يتناسب جدا مع المناخ بتاع المنطقة. التغيرات اللي حصلت زي ما المهندس شريف يعني عرض في التحول من الفجوة اللي هي اللي بيننا وبين تراثنا اللي هو النسيج التلقائي اللي هو بيتم من خلال الناس، مش من خلال ناس زينا كده مخططين بيعملوا حاجة. للأسف الشديد فكر التخطيطي بشكل عام مش بس في مصر، في العالم كله. فكر التخطيطي هو مبني للأسف الشديد على البروتوتايب أو التكرار والنمذجة. فالحقيقة ما بيطلعش منه لا المعالجات ولا النسيج اللي يتناسب مع الظروف المناخيه بتاعتنا. فده عنصر مهم قوي. مساله التغيرات اللي حاصله في القاهره التاريخيه كمان، سواء الامطار مع تدهور حاله البنيه الاساسيه في القاهره، المياه الجوفيه مع التسربات اللي حاصله من البيوت، الليكج اللي حاصل من شبكات الصرف، هو طبعا بصراحه هو المهدد الرئيسي للقاهره التاريخيه، لانها هي تقريبا على بركه من الميه. يعني احنا دلوقتي لما بنعمل الجسات في بحر موجود تحت. التغيرات اللي حصلت كمان سواء زي ما اسلام ذكر ردم البرك وكمان التغير اللي حصل في مجرى النيل. يعني مجرى النيل كان كل شويه بيرجع غربا بعد ما كان شرقا، والخليج المصري اللي اتردم. كل التغيرات دي الحقيقه عملت تاثيرات على المياه الجوفيه، نمذجه الماء او الباترن بتاع المياه الجوفيه في القاهره، وده اثر بشكل كبير جدا عليها. التكثيف اللي حصل والنمو الغير منضبط في القاهره بشكل عام ادى الى نصيب الفرد في القاهره من المسطحات الخضراء لا يتجاوز دلوقتي 30 سم. تخيلوا حضراتكم 30 سم من المعدل العالمي 12 متر للفرد. احنا نصيب الفرد عندنا 30 سم. عشان كده يمكن ابتدينا دلوقتي خصوصا في القاهره التاريخيه اننا نضيف يعني متنفس جديد زي حديقه الفسطاط وحديقه عين السيره وحديقه الازهر قبل كده. بس طبعا القاهره هي محتاجه عشان نعمل تغير حقيقي مناخي مايكرو كلايمت جوه القاهره،
محتاج لإعادة هيكلة ويعني نقدر نقول جرين كوريدورز داخل القاهرة، واللي بيحصل الحقيقة العكس. احنا بنشيل مسطحات خضراء وده بيقلل بيزود جدا المشكلة المناخية داخل القاهرة. الحقيقة برضو في يعني نقطة يعني مهمة أسألها المهندس شريف. طيب امتداد فكر حسن بيه ورمسيس أويس واصف، يعني هو ناس كتيرة جدا بتقول دلوقتي خلاص يعني دي مرحلة ريفية وباترن ريفي وصعب ان هو يعاد تكراره. زي ما حضرتك قلت هي الفلسفة أكبر بكتير جدا من مجرد انها أبو استخدام المواد المحلية وهكذا، ولكن عمران المدن وآليات السوق والاحتياجات حتى الناس، يعني الناس كمان يعني الناس صعب دلوقتي مثلا انها تعيش على بيت مفتوح على الداخل على فناء. يعني حتى النموذج ده لو اتعمل كتير جدا للاسف احنا نمط حياتنا بقى مفتوح للخارج اكتر. التغيرات اللي حصلت دي كلها، طيب ازاي بقى الفجوه اللي حصلت بيننا، يعني مش هنقول بيننا وبين تراثنا، الفجوه اللي حصلت بيننا وبين حسن بيه اللي هو يعني لسه مفارقنا من 30 سنه ولا حاجه، الفجوه دي كمان زادت قوي، وللاسف الشديد كل ممارساتنا بعيده جدا ما بتكسرش الفجوه دي، بالعكس بتزودها اكتر. فالحل ايه؟ ايه الامتداد؟ يعني ازاي نمد فكر حسن بيه وغيره؟ لان الحكايه دي كمان على منقشه على السوشيال ميديا دلوقتي. هل هنفضل ننتج حسن بيه باشكاله يعني حتى بدون ذكر اسماء؟ يعني في معماريين تقال وكبار جدا في السوق بيطلعوا بره السوق لان هم ما زالوا متمسكين بفكر حسن بيه. فالسؤال ازاي يعني نمدها على استقامتها؟ شكرا. شكرا دكتور محمد على التوضيح وعلى السؤال ده. هو السؤال ده انا اول ما ابتديت قلت هو سبب وجود المهندس حسن فتحي معانا لغايه دلوقتي بحضور طاغي هي وجود فكره. يعني في فكره وجدت، والفكره دي هو طبقها عنده. ناس كتيره قولبوا الموضوع في القبه والدوم والفولت والحاجات دي، وهو مش كده خالص. ولكن انا هعمل لها اسقاط لحاجه ثانيه قد تحل الاشكاليه، وهي زي دلوقتي احنا بناخد من عهد الرسول عليه السلام في السنه الشكل وسايبين المضمون. فلما نيجي نعيش دلوقتي نقول الله، طب ما هي مش نافعه، هي ده كان بيعملوا كذا زمان. لان انا سبت الفكر، هو كان في فكره قويه جدا انسانيه اتبنى عليها هذا الدين. لو انا خدت الفكره نفسها وعشت دلوقتي هطبق بالتطبيقات بتاعتي دلوقتي. المهندس حسن فتحي كان الانتاج بتاعنا رايي يعني هو انتاج فكري بالمقام الاول وليس انتاج انشائي. الانتاج الانشائي ده كان نتاج للفتره دي والظروف دي. احنا لما نيجي نصمم دلوقتي، انا لما يعني في الاخر يعني انا عامل نظريه اسمها العماره التفاعليه من يعني انا لما كنت بقابل حسن بيه هناك وبعدين انا بقيت مستمر هناك لفتره، احنا كان الموضوع مذهل بالنسبه لي جدا. انا بحس ان كل حاجه بتخدم عليا وانا جوه، يعني كل الحيطان وفراغات البيت بتخدم عليا. طب ده في الكلام ده، وانا لما اجي اصمم دلوقتي زي ما حضرتك قلت انا مش هينفع اعمل كورت داخلي لان الموضوع ما يسمحش واسلوب الحياه اختلف. ولكن لازم يكون عندي معالجات حراريه انا اعملها، وعندي الحد الادنى للانسانيه داخل الوحده، وده جوهر الموضوع بتاع المهندس حسن فتحي. فيمكن ده باختصار رؤيتي يعني. انا كنت عايزه اعلق على الموضوع ده من واقع يعني طلب مني مرتين الحقيقه. مره من الاتحاد الدولي للمعماريين، الكوميشن بتاعه SDGs الاهداف التنميه المستدامه، ومره ثانيه من وزاره الثقافه بمناسبه قمه المناخ، ان احنا نتكلم على ازاي العماره النهارده ممكن ترد على موضوع المناخ. والحقيقه برضو ده كان واحد من اولى ورش العمل للمعماريين وغير المعماريين اللي ابتدينا بيها بيت المعمار يمكن سنه 2016.
دي فكره وليس قبه وامر. والدليل على كده انه في دلوقتي، وده يعني زي ما بقول لحضراتكم طلب مني وانا شغاله عليه وان شاء الله قريب يظهر للنور، انه الدروس المستفاده سواء من العماره الاسلاميه او العماره التراثيه او العماره اللي كانت بتتعامل مع مواد البناء الموجوده، او الدروس المستفاده منها اللي هي ازاي العب في فرق ضغط الهواء، ازاي العب في ان مش هعمل حيطه دلوقتي 80 متر 80 سم ولا متر ولا متر و20، لكن ممكن تبقوا حاطين رفيعين ازاز وبينهم هواء، او ان انا العب برضو مش هقعد اعمل السقف 5 و6 متر، لكن هعمل فتحات صغيره فوق زي اللي كانت في مدارسنا عشان هي اللي تعمل الكروس فنتيليشن قدام، او التهويه يعني تعمل تيار هواء ما بين الفتحه الكبيره اللي في اتجاه الريحه اللطيفه وما بين فكلها دروس مستفاده. ادلل على كده بمشروعات كتيره جدا حوالينا، وهي دي يعني ان شاء الله الكتاب بيطلع مع الاتحاد الدولي. انه نموذج احد النماذج هو اللي عمله الدكتور عبد الحليم ابراهيم في الجامعه الامريكيه، وانا مش بتكلم برضو على انه بنى حجر لانه ما بناش حجر، لكن لعب بفروق بالكوريدورز انها تلعب او الممرات انها تعمل ضغط هواء، لعب بفرق الهواء مين اللي يشفط ومين اللي يسحب، في منطقه بالكامل تنفع جدا في مشروعات الاسكان لان فيها حواري مضلله على بعض، وفيها المبنى نفسه مش عامل فناء كامل لكن عامل يو شيب. اليو شيب دي حاضنه بعض الشجر اللي بيضلل واللي بيطلع ريحه زي اللارنج، ومقاعد في الظل، بينما انه الفصل نفسه له مدخل من الحاره الضيقه دي في الصيف، ولو الدنيا برد فله مدخل تاني من الفناء اللي ضارب فيه الشمس، وموجود البواكي اللي في المناطق اللي ضاربه فيها الشمس معظم النهار. فدي دروس مستفاده بمواد حديثه وبتقنيات حديثه، وكل جوه بقى بكل حاجه سمارت وكل حاجه هاي تك، لكن الدروس المستفاده في الماستر بلان اللي هو عمراني وليس مبنى. فلا، في دروس مستفاده كتير جدا نقدر نطبقها. هدي مثل تاني لاحد الشباب الصغير جدا، راح في منطقه عشوائيه في عزبة خير الله، وعلى موديول اللي حضراتكم عارفين عزبة خير الله كانت ارض زراعيه واتردمت، فتقسيمات المباني واجهه 4-5 متر، فجه كان في مبنى قديم سكني كان مطلوب منه انه يعمل له ابجريدنج او يعمل له تطوير عشان يكون مطبخ، او اللي هو مطبخ العزبه تابع لمؤسسه دوار العزبه. فما كان منه الا انه لعب بفرق الهواء، لعب بكاسرات الشمس في الشبابيك، لعب بالارتفاع في حته المسرح، وعمل حيطه خضراء. فالحيطه الخضراء دي فوقيها ملقف وعماله تلعب مع الرطوبه وتلعب مع سحب وشفط الهواء، وبالمره الاخضر اللي جوه ده هو الهيربس او هو الاعشاب اللي بيستخدموها جوه. فالدروس المستفاده كتير جدا، ومش بالمواد ومش بالقبه والابو. فده ردي استكمالا لكلام الباشمهندس شريف. انا بس عايز اوضح حاجه، انا مش مهندس. لا، ما هو احنا بنتناقش. انا بقول لا، يعني اصل انا جاي من الحته دي، يعني انا جاي من ناحيه، احنا عارفين طبعا، بس انا بقول احنا علينا يعني في هوم ورك مطلوب مننا بالظبط كده، ان انا يعني ان انا ما اتكلمش عن حسن بيه كتراث، ولكن ازاي نحوله لتطبيق. هو ده هدف النقاش النهارده. في اكتر من تعليق. هنبتدي بالاستاذ عشان حضرتك صوتك عالي ولا نجيب لك احاول يعني انا بشوف ان حسن بيه فتحي فكر مش فكره، يعني كلمه فكره دي بتضايقني شخصيا، فهو فكر وده شيء مهم قوي. بالنسبه للافكار، حسن فتحي في حاجات كتيره ممكن نتكلم عليها، لكن هو في سؤالين مهمين قوي طرحهم حسن فتحي. في اسئله كتير بس في اهم سؤالين طرحهم، وهو ده اللي ممكن يكون يرد على حضرتك، ان هو السؤالين دولت هم مطروحين للناس وللمعماريين وغيرهم يعني.
هو السؤال الاولاني ان انت ازاي تبني بيت بقيمه صفر، اللي هو علم الاستيطان اللي اتكلمنا عليه، وانه حاول هذه المحاوله ونجح. ممكن عليها ملاحظات او ما الى ذلك، لكن هو نجح انه يبني بيت بقيمه صفر، وصدر الفكره دي لحتت كتيره يعني. تاني حاجه ان هو فكره التكنولوجيا، ان هو عرف التكنولوجيا. التكنولوجيا هي تفاعل الانسان مع المواد المتاحه وما الى ذلك، وليست هي استيراد او الشيء، ان انت تتعاملي مع الاشياء، ان انت تستعملي الاشياء. انت تستعملي العربيه مش معناها ان انت اخترعتي العربيه، انت اقل كتير من اختراع العربيه، لكن انت ازاي تتفاعلي مع الموجود وتعملي هذا الانتاج العظيم اللي حصل يعني. فهم دول انا اعتقد النقطتين المهمين الملهمين لكل اللي عايز يشتغل، ان هو طبعا العلاقه مع التراث والعلاقه التعلم مع التراث البيئي كمان، النوبه وما الى ذلك. في نقدر نتعلم منه من حسن فتحي او من غيره يعني، كل التراث اللي موجود بنتعلم منه. لكن الحقيقه النقطتين دول انا بس حبيت اركز عليهم لان هم دول اهم نقطتين عملهم حسن فتحي وجاوب على الاسئله. يعني هو قال السؤال وجاوب عليه. جاوب عليه في الريف، احنا ممكن نجاوب عليه في المدينه. وحصلت محاولات زي حديقه الازهر، حديقه الثقافيه للاطفال، وزي ما حضرتك اتفضلتي في الجامعه الامريكيه، او بعض محاولات دكتور عبد الحليم، وبعض المحاولات الفرديه. لكن هو الفكره الرئيسيه ان انت ازاي تبني بزيرو كوست او زيرو بادجت يعني. وازاي تفهمي الناس ان التكنولوجيا، ان اللي احنا بنعمله ده ما هوش تكنولوجيا، هو استعمال التكنولوجيا وليس التكنولوجيا. ده اللي كنت عايز اقوله يعني. شكرا لحضرتك. انا بس حابه اقول انه انا جبت النموذج بتاع الدكتور عبد الحليم ابراهيم الله يرحمه، لانه لما بنبص على المساقط ولما بنمشي جوه المناطق دي، هو ده حاجه عمرانيه تنفع في مشروعات اسكان. ما هواش مبنى مستقل بذاته، او يعني هنلعب بيه او هنلعب معاه وخلاص. لا، ده في مباني كتيره مرتبطه ببعضها، منفذه على بعض، في سلالم، في حتت مضلله، فكانه يعني نموذج لمشروع اسكان. هو المشروع بتاع الجامعه بس عشان نبقى يعني، هو مش تصميم دكتور عبد الحليم، هو كان اللي ماسك يعني التصميم العام، لكن هو كان في يعني دول اجانب، في اجانب اشتركوا فيه، فهم خدوا. انا بتكلم عن الحته اللي هو صممها اللي هي في الاول خالص. لا، وهو حتى التصميم نفسه حلو، بس هم خدوا من التراث برضه وقدروا ان هم، وهو قدر يعلمهم التراث بتاعنا، وقدر ان هم يتاثروا بيه ويطلعوا حاجه. فهم دول حتى اجانب، مش بعضهم يعني، مش مصريين. طيب، كان في تعليق. اتفضل حضرتك صوتك عالي ولا؟ عالي صوت. اتفضل. عالي. يا ريت بس حضراتكم. انا اسمي مهندس كريم. انا بس هقول على هشارك بنقطتين. اول حاجه، حسن فتحي الله يرحمه ما اتكلمش عن المدن خالص. هو اتكلم دايما عن العماره في الصحراء وفي الريف، التنميه في الصحراء وفي الريف. المدن كان بيسميها مساكن شياطين، لان هي بتبقى المساكن العاليه قوي، الهاي رايز ده كله، ده مش بس بيدمر البيئه. معلش يا كريم، انا يهمني تعرف نفسك، مهم جدا مهم جدا يعرف نفسه. لو سمحت عرف. دكتور عصام، ازيك؟ انا اسمي مهندس كريم عوف. ايوه. انا كنت شغال مع حسن الله يرحمه. ايوه. انا يعني شربت من والد حضرتك يعني فكنت مع حسن بيه مع دكتور عصام. فالمساكن الهاي رايز بتاعت المدن دي هو كان بيعتبرها مساكن شياطين، لانها مش بس ضد البيئه، انت المدينه بتفرض كثافه، المتر بيبقى غالي جدا، لازم تعلى، لازم الناس ما بتعرفش بعض، بتبقى عباره عن شقق او بتبقى، فبتتحول الموضوع الى بيبقى فيهم اجريسيف. انت لازم تعمل هاي رايز، بيطلع لك مشاكل لازم تحليها، تكييف وصرف صحي ومش عارف طرق وكلام من ده. فالمدينه الحديثه حدوته ثانيه خالص. عندنا كل المدن الحديثه كده، اوروبا زي سنغافوره، زي الخليج، زي العاصمه الاداريه، كله كده، كل المدن الحديثه كده. فالكلام كله دايما كان عن الريف وعن الصحراء، عشان الكوميونتي بيبقى مرتبط ببعضه. الارض بتبقى بالفدان، بتبقى متاحه،
الماتيريال المتاح، في تعاون اياميها طبعا، كان في زراعه، كان في تعاون في الزراعه، في تعاون في البنى، في تعاون في الحياه فيها تعاونيات يعني، فكانوا ممكن يبقوا. المدينه حدوته تانيه. فلما نيجي للمدينه، كل الكلام النهارده عن المدينه. القاهره، اللي بيحصل في القاهره والمشروع الجميل بتاع الخطيب اللي احنا شفناه ده. المشروع الفكره هنا ان هي اول حاجه ان هي مش هاي رايز. لما العمارات بتبقى في حدود 4 ادوار 5 ادوار يظل العلاقات الاجتماعيه مظبوطه. المساحات بتتخللها الشمس والهواء وحركه الناس والجناين، فبتتحول الى عماره انسانيه. انا رحت المغرب، لفيت المغرب كلها، مراكش، فاس، مكناس، كلها تقريبا او يعني معظم المغرب كلها شغاله على ارتفاعات في حدود 4 5 دور. مفيش غير مبنيين برجين كبار بس في كازابلانكا بتمويل ليبي فقط. بعد كده ليه؟ لا زال بقى المغرب لا زال بيحافظ على تراثه، سواء في العادات والتقاليد، في الاكل، في الزيارات، في اللبس، في السيراميكا اللي على الحيطان، في النقوش، في الجواز، كله. فالمغرب مجتمع مرتبط، ولا زال العماره بتاعته فيها الفناء الداخلي وفيها الارتفاعات الواطيه. فدي مدينه كامله، او يعني بلد كامله، هي اكتر من مدينه، لا زالت محتفظه بتراثها باستثناء البرجين بتاع كازابلانكا. المدينه الحديثه مختلفه. طبعا احنا عندنا هنا مأساة. يعني مصر الجديده كنسيج عمراني، الدكتور كان بتاع نسيج عمراني، مصر الجديده مدينه مصر النسيج العمراني اتقطع. جاردن سيتي اتبهدلت، السماء اتبهدلت، يعني وهكذا. طبعا لو هنتكلم على توصيات هنا علشان اعتقد ان محتاجه نوع من التفكير، لان المدينه القاهره اعتقد يصعب جدا 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 ان احنا نعيد لها موضوع المساحات والفراغات واللاندسكيب والعمارات. للاسف يعني اكيد في حلول ان شاء الله. يعني احنا عملنا كتير في الباشمهندس محمد، لان هو انا لازم اعلق على الحته دي، لان هو الحقيقه اتفضل عشان حضرتك صوتك معلش واطي وده ما ينفعش. هو الحقيقه يعني احنا كل اللي احنا بنقوله ده سوري يعني في كلمه ممكن يبقى كلام في الهجايز لو الكلاينت مش مقتنع، او لو الكلاينت مش على نفس مستوى المسؤوليه او مدرك لاهميه اللي احنا بنقوله. لان انا لما اروح اعمل يعني مشروع، يعني مثلا كان في حوار بيني وبين محمد الرافعي على بيت القرينه عمله. هو قال لي كلمه الحقيقه يعني لازم كلنا قال الكلاينت ده رزق، لان هو لو هو ما عندوش الوعي ما كانش ممكن يطلع المشروع. يعني حتى مشروع مجرى العيون هو المفروض ما كانش، برضه انا ده شغلي وانا بنتقده، هو ما كان المفروض ما يطلعش كده. يعني هو ما ينفعش يطلع برضه بروتوتايب كده ويتكرر واعمل الفراغات اللي احنا كلنا بنعملها، بس اغير في الطابع المعماري. مش هي دي، مش هو ده الهدف اللي كان المفروض يطلع من المشروع. كان في سكه وهيتغير بعد كده في سكه تانيه. فاحنا كل اللي احنا بنقوله ده لو مفيش وعي لدى يعني انا لو بروح لشركه مثلا اعمار ولا مش عارف ايه، واقول لها انا عايز اعمل لك البيوت كلها بحوش وفي نسيج وكل واحد غير التاني، اصلا مش عارف يبيعه. هو المفروض البروتوتايب او النمذجه اللي عنده دي هو بيقول انا عندي نموذج كذا بيتباع بكذا ونسب تميز كذا. السوق بقى يفرض اليات للاسف الشديد بتجبر. ده غير بقى الكارثي، يعني ده السوق بيفرض كده، بس في عنصر تاني بقى انيل 60 نيله تاني، اللي هو الاشتراطات البنائيه. الاشتراطات البنائيه عشان ابني على قطع مش عارف بردود من كل ناحيه بالشكل المعين، ما تطلعش غير المنتج اللي احنا بنطلعه ده. لو جبنا حسن بيه وحطيناه في قطعه الارض دي مش هيطلع الا اللي احنا بنطلعه دلوقتي. الحاجه الثالثه برضه زي ما الباشمهندس قال ان المدينه بتفرض سعرها. فانا حاولت محاولات كبيره جدا في مجرى العيون ان هو تبقى ارضي واثنين او ارضي وثلاثه، لكن سعر السوق
وتكلفه الخوازيق ومش عارف ايه، وفي الاخر ده هيتباع ولازم يبقى فيه استرداد للتكلفه، ما كانش تسمح ابدا. ده بعد قتال ومناقشه طويله جدا نزلت من ارضي و10 ادوار الى ارضي ب5 ادوار او ارضي 6، بس عند السور قدرنا نخليها ارضي و3. في اليات جديده للسوق وللكلاينت وللاشتراطات. للحقيقه الثلاثه دول لو ما اتغيروش يبقى كل اللي احنا بنقوله مش واقعي وغير قابل للتطبيق. مساله زي الباشمهندس قال، مساله الارتفاع، مهما عملت في مبنى تاور ب 12 دور لا هعرف اعمل فيه معالجات. يعني اقصى حاجه اعملها ممكن اعمل كواسر شمسيه ولا يعني حاجات خلاص بقت محفوظه، بس مش هي دي. لا هي هتعمل اير فنتيليشن ولا هي هتعمل معالجات مناخيه. وهنلاقي ان الواجهه دي مش ممكن هعملها غير الواجهه دي. الناس اصلا مش هتقبل ان الشباك يبقى صغير من اصله. انا بعمل مشروع في الاسكان محدود الدخل، ما الجهه الجميله اللي قاعده جنبي، بس مش هم يعني، بس اللي بتنفذ يعني اعترضوا على ان الشباك صغير، لازم الشباك يبقى كبير. وهم خلاص بقى في حاجه في الدماغ اسمها الشباك ابو متر في متر 20. ده هو ده الشباك الكويس. ففي الحقيقه كل اللي احنا بنعمله، احنا دورنا في العمليه المعماريه، دور المناخ ده حته صغيره قوي 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 برضو، بلاش نضخمه قوي لان هو مش هو ده العنصر الحاسم. يعني في حاجات كتيره قوي داخله في العمليه تقريبا بتخلي اللي احنا بنطلعه ما يطلعش للاسف الشديد اكتر من اللي هو بيطلع. شكرا. بس يعني من الحاجات اللي شفناها لحضرتك بصراحه، يعني انا شخصيا ما اعرفش راي الناس ايه، لكن انا يعني معوله على حضرتك كتير جدا، انه لان حضرتك كمان بتشتغل في مشروعات قوميه، فحاسه كده انه في يعني انفراجه، انه رضا المسؤولين عن النوع ده من المشروعات هيثبت اقدام وفكر حضرتك ان شاء الله، ونقدر بالتدريج نفرض الفكر اللي احنا بندور عليه ولو يعني خطوه خطوه. والحمد لله انه اذا كان في العين الصيره ولا في تل العقارب ولا ابتدينا نقرب من المنال. و يعني مش عايزه اضغط على حضرتك، بس بصراحه شخصيا بمعرفتي بحضرتك على مدار السنين دي انا معوله على حضرتك، فان شاء الله ان شاء الله لا علشان كمان انه الحمد لله في رضا من متخذي القرار عن هذا النوع من المشروعات، فهنسيب لكل منطقه ظروفها، لكن لما نيجي نشتغل في مشروعات حكوميه في مناطق فيها سواء تجديد او احلال او متاخمه لمناطق تراثيه، حضرتك هتفرض الفكر شويه بشويه، وده اللي احنا فعلا شايفينه ومبسوطين منه يعني، وان شاء الله دايما كل مره احسن من اللي قبلها ان شاء الله. طيب ناخد حضرتك وبعدين حسين بلبع مهندس انشاء. طبعا لا مش المشكله مش في الحاجات اللي بتتنفذ، المشكله في قرارات الدوله. حضرتك لو كنا بنتكلم مصر الجديده اول ما انشئت كان بيبقى وحوالين المبنى كله بيبقى فيه الخضره او في مسافات بين العماره والعماره. الكلام ده ابتدى برضه في التجمع الخامس والقاهره الجديده والكلام ده، لكن اصبح النهارده نتيجه تقصير من الدوله في تحايل او في الناس بتغير وبتبني او بتعمل اكستنشن او الكلام ده. فهي هنرجع نقول هي قرارات دوله، احترام الدوله للناس او فرض القرار بتاع الدوله على الناس هو ده اللي لازم نمشي فيه ونتحرك فيه. لكن النهارده هنقول اصل الارض غاليه، ما الارض ايام ما ابتدت مصر الجديده في الاول خالص ما ابتدت كده، ان انا باخد 60% من مساحه الارض. التجمع ابتدى كده. طب ليه النهارده الدوله ما بتفرضش السيطره بتاعتها؟ ليه النهارده الدوله بتتقاعس وبتسيب الناس بتعمل الاكستنشن او الامتدادات او الكلام ده كله؟ فهي مشكله قرار وليس مشكله سعر الارض او المعماريين او الناس دي كلها. هي الدوله لو الزمت الجميع بالمساحات اللي تتساب والمساحات تبقى خضراء زي ما كانت الدراسه الاولانيه بتاعت مصر الجديده زمان خالص، هنرجع بتهيألي نحافظ على الشكل العام بتاعنا.
شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. وده بيقول انه لازم يحصل توعيه ولازم يحصل نقاش ولازم يحصل حوار مجتمعي كل شويه. فيا باشمهندس محمد ما تخيبش علينا، لانه من اول مره حضرتك جيت هنا وعملنا حوار مجتمعي كانت ناجحه جدا، والحمد لله جمهور بيت المعمار من غير المعماريين اكتر من المعماريين، فالفكر بينتشر ولعل في يوم من الايام يطلع لحد صناعه القرار. باشمهندسه هاله اتفضلي. هلا عسلين معماريه برضو. انا برضو ما هو كلنا عارفين باشمهندس ان اشرف. القرار من طرف الهرم يعني. طيب، وكمان انا كنت عايزه اقول الاول ان لما عديت مره من قريب على سور مجرى العيون بجد كان شيء مبهج جدا جدا جداً. جدا. ومره واحده اكتشفت ايه ده المشروع بتاع المهندس محمد الخطيب. فبجد كان يعني فرق رهيب بينه وبين اي حاجات تانية اللي بنشوفها على المحور والغابات الرهيبه اللي بنشوفها حوالينا. انا متفائله ففعلا لأن فعلا هو حاجه شرم مبهجه. قومية هتفتح سكه او احنا ابتدت احساسنا تفتح كده سكه. وهو بيقول ان 40 او 50% من اللي عايزه ما اتعملش، يعني احنا احساسنا بالمشروع بالظبط، ايوه. وحضرتك بتقول ان ده مش هو ده المشروع. طب لو اتعمل المشروع الرئيسي يعني هيبقى هيحصل الموضوع هيحصل ان شاء الله. اتفضل اتفضل. أنا اسمي محمود التميمي، أنا بشتغل في مجال الإنتاج الإعلامي وفي نفس الوقت بعمل هنا مع الدكتورة هبة في بيت المعمار مشروع اسمه أرواح في المدينة. ندوات علي كل شهر. صوتك بس عشان ندوات كل شهر اسمها أرواح في المدينة. بس أنا هنا عايز أقول حاجة. المهندس محمد ومهندس إيهاب مش كده؟ أنا عارفك بتشبه بس كنت اتكلمنا قبل كده على الفيسبوك. أنا المهندس محمد، مصر مليانه مهندسين ومليانه دكاتره في المجال ده وما الى ذلك، بس ساعات القدر بيخلي الناس تعمل حاجات يمكن ما كانتش تتخيل انها تعملها، او يمكن يعني ذات بعد تاريخي شويه. يعني من يومين كده في بوست متشير كتير قوي من غوريه، اللي هو بتاع السوق، الواجهه بتاعت السوق. فانا شيرته مثلا على صفحتي وقلت اخيرا الغوريه تتعرف على نفسها، انه اخيرا في حد تدخل عشان هذا المشهد اللي هو الناس اللي بيبيعوا بيات وبتاع. لسه جاي من هناك دلوقتي، لسه شايف اخر تطوراته يعني. وجوه حاره الروم اظن جوه برضه في الشغل بتاع الهدم اللي حصل وبعدين البنى اللي حصل. الفكره ايه؟ ان كل محبي القاهره تعودوا ان هم لما يشيروا حاجه عن القاهره تبقى سلبيه. يعني دايما حاجات ليها علاقه باخطاء، ليها علاقه بسوء تخطيط، ليها علاقه فان يعني انا كمحب للقاهره عايز اشكر الدكتور محمد وكذلك الاستاذ ايهاب باعتبار ان هو يمثل الجهه اللي شغاله على الموضوع، لانه اهدونا اشياء نقدر نشيرها واحنا فرحانين ونبهج الناس. وده موضوع خطير جدا، ان يكون في شيء حقيقي على الارض. لما اجي على مواقع التواصل اشيره ما يجيش حد يقول لي مثلا يا عم او ده فنكوش او اللغه اللي بتستخدم، يعني ان يكون شيء حقيقي وممكن انا اخد في رجلي لغايه هناك واشوفه وذو معنى. فده شيء مهم جدا يستاهل عليه الدكتور محمد التحيه وكل زملائه معاه. وكلام الدكتور هبه طبعا في التعويل عليه ده يعني ده نادرا، يعني لما كل كام سنه كده لما بيحصل ان حد يبقى في المكان الصحيح بياخد القرار الصحيح، والاهم بقى ان يسيبوه ياخد القرار الصحيح ويسيبوه يعني يصل للمبتغاه في الاخر يعني. فانا عايز اشكرك باعتباري واحد من محبي القاهره يعني البسطاء جدا، واتمنى انه حضرتك تحارب ما تاخدهاش بمنطق. يعني اكيد انت في معوقات وفي مشاكل وما الى ذلك، لكن لا ده دور خطير هو جدا. لما جه من كام سنه ده بيحارب. كان شعره اسود. انا عارف متابعه بأمانة والله بجد، عشان يعني البلد دي فيها، عشان بس ما تبقاش الموضوع مش انا لا يمكن اطلع الشغل ده الا في وجود اجهزه مقتنعه وعايزه تطلع بيها. فبصراحه وخصوصا يعني انا لازم الفضل برضو يرجع للاستاذ ايهاب، لان هو بيحارب اكتر مني، لان هو تحت ضغوط شديده جدا وهو عارف ومقتنع ومؤمن باللي بيحصل. يعني ده مش شغل فردي، عشان بس المساله ديت لو اتقالت ان هي شغل فردي لا يمكن يطلع شغل فردي. بس في ناس وعلى فكره الجدع ده
الجدع اللي قاعد قدامكم ده، بغض النظر عن اللي قاله، انا بقول له يعني المناخ ده الحنجلاب البري، مفيش حاجه اسمها الحنجلاب البري بالمناسبه يعني، بس ده الحنجلاب البري اللي انت هتتكلم عنه النهارده. بس الدور اللي بيقوم بيه في القاهره التاريخيه في التواصل مع الناس والكلام معاهم والقعاد معاهم على القهاوي، ها بجد والله اللي بيحصل. اسلام ده لو رشح نفسه لمجلس الشعب عن القاهره التاريخيه هياخدها بجدارة. الناس بتحبه بجد والناس بتلجأ له وقادرين من خلاله، يعني برضه عشان برضه الموضوع ده من خلال اسلام. يعني تخيل حضرتك ان لاول مره في مشروع من مشروعات القاهره او اي مشروع في البلد ان يبقى في لينك واصل بين الناس ورئيس الوزراء مباشره. يعني هو بيمر من خلال الناس لاسلام ليا لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بينزل، والدكتوره هبه والدكتور عصام حضروا مع رئيس الوزراء لقاء مع الناس ومع الخبراء اللي كان في الغور. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا لما شفنا رئيس الوزراء، طبعا انا بالنسبه لي انا لما شفت رئيس الوزراء فوق باب زويله، لما راح اللقاء الشهير ده فوق باب زويله، وكان بدايه المشروع خالص، ونزل دخل الخياميه واتكلم مع الناس وبتاع. لما شفنا الفيديوهات هنا، انت امام فيديو ممكن الناس تعتبره انه بدايه لشيء عظيم جدا، او انه كالعاده، لان دي عاده ليها علاقه بتراكم العهود والعقود من عدم الثقه، انه اخذوا اللقطه كل سنه وانتم طيب كل واحد هيروح. شكرا بجد لفكره انه انتوا خليتونا بعد ما فات هذا الوقت عندنا الثقه بانه ما جرى على الاقل يعني 50 او 60% من اللي كنتوا بتتكلموا بيه، بس عظيم جدا. يعني ولا 20% ولا 30%. فدي مسألة مهمة جدا، وذات مغزى أعمق من مشروع أو أعمق حتى من القاهرة التاريخية. دي حاجة ليها علاقة بإعادة الثقة بين أصحاب القرار وبين الناس. أشكرك للمرة دي. اتفضل حضرتك. انا كنت عايز اقول ان من المشاكل اللي بتقابل موضوع التطوير ده والفكر بتاع العماره الخضراء هو ان ما بيبقاش فيه امتداد للشخصيات اللي بتقوم على الموضوع ده. يعني انا من قريه المهندس رمسيس وصواصف من الحرانيه. فالمهندس رمسيس كان فكرته، هو راجل عبقري، كان فكرته ان هو يعمل المنازل الريفيه بتكلفه بسيطه جدا. اللي ما كملش الموضوع ده ان هو ما كانش ليه امتداد بنفس الفكره بتاعه المهندس رمسيس. هو عمل منازل اللي ما يعرفش قريه الحراميه، عمل مجموعه منازل تناسب الشخصيات في الفتره اللي هو دخل فيها القريه وتناسب معيشتهم وقدراتهم الماليه، وعمل المركز بتاعه زي مدرسه كان بيجيب فيها الاطفال الصغيرين والشباب يعلمهم صناعه حرفه السجاد اليدوي، وفي نفس الوقت كان عايز فكره المباني الريفيه الصديقه للبيئه يعني تنتشر. فكان عيبها حاجتين، ان هو نفسه ما كملش، وثقافه المجتمع اللي بعد كده حاول انه يعني او انه ما كملش على نفس النمط بسبب الثقافه. ان هو طبعا البيت بيبقى او الناس بعد كده لما ابتدت تبني بالطريقه الحديثه بقى عشان هو عايز بيت فيه ادوار كتير ليه ولاولاده، طبعا بسبب موضوع الزياده السكانيه او عدد خلفه الاسره للافراد، هو ده اللي عمل المشكله دي. فانا اللي انا يعني عايز اقوله ان لازم يبقى فيه امتداد لحد زي الدكتور محمد يكمل مسيرته من بعده مع موضوع الكلاينت زي ما هو قال، ان هو اهم حاجه لازم يبقى ثقافه الكلاينت نفسه متوافقه مع التغيير ده. شكرا يا أنا كنت موجود من كام سنة لما حضرتك جيت وعرضت المشروع بتاع مجرى العيون، فروحت قعدت مع أصحابي على الكافيه ده في كذا كذا، فلقيت في انطباع إن الناس عايزة يبقى عندها ثقة في القرار السيادي لتنفيذ مشروع كبير زي كده. خلونا نتكلم باعتبار أنا مقاول في القطاع الخاص دلوقتي حدائق أكتوبر آخر حاجة. عملنا شجر في الشوارع في الارصفه، شجر مثمر كان قبلنا الشيخ زايد دخل فيه، يمكن كنا بنتكلم كان دكتور عصام الندوه اللي قبل دي على الموضوع ده، وكانوا الاطفال بيمشوا يخطفوا في البرتقال والمانجا والجوافه. بعد كده قلنا لا، احنا كل جار ياخد
كيس جوافه، كيس مانجا، كيس كذا، ويحطه على باب العماره. الاشتراطات عندنا ارضي 34% ريف. اوكي؟ طالعه بنماذج محترمه جدا. احنا كنا محتاجين مساعده من السلطات واللي في ايديها القرار السيادي ان حسن فتحي او رمسيس سويسرا، انا مش عايز اقول يعني ان انا كان عندي فيلا على المريوطيه وكان بتبص على الغيط اللي في المدرسه بتاعت رمسيس سويسرا. دلوقتي المصرف الليبيني اللي كنا ورانا على طول كان سور الفيلا اتبنى عمارات وكده والدنيا اتغيرت خالص. احنا ليه ما نطالبش الجهات المسؤوله اللي هو التخطيط العمراني؟ عندنا وزير مسؤول عن التخطيط العمراني، عندنا هيئه من اقوى مهندسين على مستوى عالمي وشركات عالميه عمراني، سواء هندسه عماره ولا هندسه مدني. ليه ما نطالبش السيادات ان القطاع الخاص يخش مع الشريك حتى لو كان صغير؟ يعني انا مش مطلوب ان انا ابقى ابو عينين او سويرس، انا مش بعمل اعلان للناس او ضدهم، ان انا ابقى زيهم عشان اخد ارض 100 فدان 500 فدان 1000 فدان. ليه ما تبصش على المستثمر الصغير في القطاع الخاص يخش هو ياخد جزئيه من حسن فتحي، جزئيه من رمسيس، جزئيه من دكتور عصام، جزئيه، بحيث يبقى عندي طراز معماري. لان فكره حسن فتحي مش فكره، ده نهج عمراني وحورب حتى تم تدميره. يعني ده من وجهه نظري يعني بسيطه. فانا بطالب مع حضرتك باعتبارك يعني بقى وصلت بقى للقرار السيادي، يبقى ازاي او يجي منين وما هي الطرق؟ لماذا لا ننظر المقاول الصغير ان نديله مساحه ارض هو ومجموعه عشرات زي الكيبوتز كده لما كان في السعوديه، يبقى مجموعات احنا جمعيه زي جمعيه اكتوبر، جمعيه كذا واليمن، جمعيه هضبه الهرم، واخد بال حضرتك؟ باعتبار ان انا دايس هناك وشغال هناك. ليه ما يبقاش في كده مثلا 20 فدان هيتعملوا بالطريقه الفلانيه ونخش بقى في نمط نوصل في النهايه ان انا بحزن لما اشوف صوره المغرب اللي قالها الاستاذ، لون واحد، لون واحد، والحاره مشمسه وتهويه وضغط الهواء، معامل الامان فيه شغاله صح، كل حاجه صح. فيا ريت يعني تميلوا شويه عن عماره حسن فتحي، لان هو كان انسان عظيم جدا جدا، ولكن الراجل ما لقاش معاونين، وخصوصا رمسيس سابه في الاخر انفصل، يعني قال له انا هشتغل كذا وكذا. فارجوكوا يعني بصوا للقطاع الخاص شويه عشان هو اللي هتقوم عليه اقتصاد مصر، الاقتصاد المصري مش هيقوم الا على القطاع الخاص. شكرا لحضرتك. طب ده هيكون معلش اخر تعليق، اتفضل حضرتك. السلام عليكم، اسمي احمد عمر، مهندس معماري. انا المشروع لما اقترح بتاع سوق مجرى العيون من الدكتور كان بيقدمه كطرح بديل او كنموذج مغاير على وصف الدكتور اللي هو طابع الحلويات او المعنى الايجابي منها. لربما احنا في بيت المعمار شويه، لربما يكون معظم الحضور متخصصين بطبيعه البيت يعني، فالمعماريين شويه بيتكلموا لغه في تقديري ان هي تفصيليه شويه، يعني ببقى مستني اسمع اكتر او افهم اكتر عن طبيعه المشروع، عن ازاي هو قدم حل انساني، اللفظه اللي حضرتك استخدمتها ان هذه العماره انسانيه. فلربما كنت مستني اسمع اكتر عن المشروع اكتر بس من كونه استخدم بين قوسين ممكن لو جاز التعبير يعني زي جاكيت او زي يعني ثيم ممكن يكون موائم مع طبيعه المكان هناك، من عقود، من ارابيسك، من مشربيات، من كذا which is good، يعني دي حاجه جيده جدا، ولكن اعتقد الموضوع ممكن يكون مور ادفانسد عن كده. وده اللي بصراحه كنت يعني مستني اسمعه من حضرتك او منتظر ان حاجه تشرحه لنا بشكل تفصيلي اكتر. وسعدت بوجود طبعا يعني الدكتور محمد المصمم اصلا للمشروع، فلو في قصدي مساحه ان هو الدكتور ممكن يحن اليها ده هيبقى شيء جيد جدا. ولكن انا بصراحه يعني انا مش بقول تعليق اكتر من ان انا بصراحه بحيي جدا الدكتور محمد على حاجه هي ممكن تكون نادره الوجود دلوقتي في المعماريين، ان المعماريين للاسف الشديد عندهم حته كده بيسموها ايجو المعماريين، فان حد ينقد المشروع بتاعه ويدرك ان هو كان عنده هدف اكس ثم وصل لحاله اخرى وينقدها على العلن، ده شيء يقدر جدا ويثمن وشيء شابوه بصراحه جدا ليه، احييه عليه.
ونرجو ان هو يكون لو التصور الاول بتاع المشروع زي ما كان دكتور بيقول مثلا ارضي واثنين، او حتى على مستوى الاربن المجمع نفسه كان شكله عامل ازاي، لو نقدر نطلع على حاجه زي كده او نتعلم من حاجه زي كده اعتقد ده هيكون مفيد جدا يعني. فشكرا ليك. شكرا يا باشمهندس. واحنا يعني دي النهارده بس احتفاليه بذكرى، واحتفاليه ذكرى ميلاد وذكرى وفاه وتزامنا مع مؤتمر المناخ، لكن اكيد الباشمهندس محمد هيشرفنا مره واثنين وثلاثه وغايب عننا شويه بسبب مشغولياته. الباشمهندس شريف هيكلمنا اكتر على العماره الريفيه وهيكلمنا على العماره التفاعليه، ودي الحقيقه يعني الكلمه اللي انا هختتم بيها قبل يعني بابا، يعني هنحاول نكون مقتصدين في الكلام علشان لسه عندنا الريسبشن يعني. فبس عايزه الفت النظر انه واحنا بنتكلم عن حسن فتحي ورمسيس ويصا مش بس بنتكلم على المدن، لا احنا بنتكلم كمان على التنميه الريفيه، وانه الاثنين كان ليهم مبادرات وليهم افكار وليهم ابحاث وليهم اطروحات في موضوع العماره الريفيه. اتكلمت عشان محتاج 5-7 ساعات لان ده موضوع من مواضيع العمر. انا هشير الى اشارات سريعه كده بس عشان ظروف الوقت وعشان التنبيه على النقط المهمه. انا صوتي مسموع، لكن في الاول لازم واجب اني ارحب بمحمد الخطيب وايهاب الحنفي، لان محمد الخطيب اللي ما عرفته في يناير 86 هو اللي بيذكرني ان انا شفته وقابلته 86، لكن كان لسه هو السنه الاخيره على ما اظن. محمد الخطيب حقق حاجات كنت انا بحلم بيها وبقول يا رب الاقي حاجه زي دي في يوم من الايام. فاذا باراده الله توصل الامر الى انه فعلا الاقي ملامح ابتدت. صحيح هي في معالجات للقاهره التاريخيه وفي اجزاء من القاهره التاريخيه، واملي انه تمتد اثارها الى مناطق اخرى من القاهره الجديده غيره بنفس التوجهات الفكريه اللي طلع بيها محمد الخطيب. كون انه في حد حكومي بيساند محمد الخطيب معرفش برضه ده قدر ولا اختيار، رغم ان هو بيشاغب مع الحكومه وهو مسؤول في الحكومه عشان يحقق اكبر ما يمكن من توجهات محمد الخطيب، لكن طبعا في ظروف مقيده اقتصاديا وسياسيا ومحلي يعني واداره وغيره. المعماري شريف ممارساته وافكاره فيها فكر كتير ما يكفيهاش المده المحدوده اللي حصلت دي، لكن طبعا عشان ظروف الموضوع. لكن في كلمات قالها من ضمنها رمسيس والعماره اللي اتخذها وسيله للتنميه. ده فعلا رمسيس حاجه من حاجاته ومفتاح شخصيته ادت الى هذا، والمشروع ده في اساسه كان مشروع تنموي واطلاق مواهب يعني، لكن الظروف ما سمحتش بان هو يقدر يستكمله اكتر، وعمره انتهى وهو 63 سنه في 74 ما لحقش ان هو يكمل، زائد ان سوء اداره العماره اللي هشير فيها في الاخر ادت الى انه مركز رمسيس ويصا واصف والحي ده يطوق بما يهدم كل الافكار، وده ظروف دخلنا فيها في ال 50-60 سنه الاخيره. الاشاره الى حسن وتفاصيل العماره التفاعليه عنده انها مش مجرد تحديد للحيز المساحي. اغلب الاعمال بتاعت الطلبه الورقه والحوائط هتشتغل ازاي وهمر منين وافتح فين واقفل فين والمدخل فين عشان مساحات تلاصقها ودورها واحتمالات الصحي فين لكن مش بالطريقه دي، لانه ما بيتعايشوش مع اللي عاش فيه او اللي عايش فيه حسن عشان يطلع هذا الفكر كعماره انسانيه. حسن المشروع بتاعه في العراق كان مع بادوكسيادس هنتكلم عليه في الاخر. التفاصيل بتاعه الفرن والتفاصيل بتاعه مكان الغسيل وتصريف الميه
ما يوصلهاش الا واحد عاش في الموضوع قوي وفكر فيه وعرف يحاول يطلع منه منظومه، رغم ان المشروع قيل ان هو فشل عشان الهجوم عليه، لكن المتبقي منه من فكر هو ده اللي لازم نستلهم منه حاجات كتير جدا. رمسيس وقريته اللي اشتغل فيها عند اواخر سنوات الخمسينات لما كان بيروح يتفسح في الحته دي اول ما ابتدى يتجوز ربنا يشفي مدام صوفيه، وبعدين فكر انه يعمل المشاغل دي هنا، لانه كان بيجمع الولاد في الاول لما بيروح في الرحله دي ارسموا اعملوا لونوا، وبعدين ابتدى يفكر في انه يعمل المشغل. لما عمل بقى المركز في نطاق يسكن فيه اهل ريف من اللي بيشتغلوا معاه في السجاد وفي الطباعه وفي زجاج المعشه وغيره، فكان بيجيبهم ويقول له انت لو عايز البيت عايزه ازاي؟ طب حاول تعمل. يقوم يرسم بصباعه على الارض او يديله ورقه، فرمسيس بياخد فكرته ويعملها بالفعل. ففي حوالي اظن 7 منازل موجود الحاجات دي فوق في المتحف بتاعه بالرسومات دي، وان كان بعد كده خلاص ما مشيتش وبقت اجانب هم اللي بيجوا يدفعوا فيها عشان يسكنوا في الحته دي لما المشروع ما استكملش. فيبقى هو خدها من بق الناس نفسهم برغباتهم باحساساتهم واشتغل على الارض على طول بيها. الاشاره اللي اشار اليها بتاعت ان قطاع التشييد والبناء 38% ده رقم كبير قوي من الانبعاثات الضاره والمسببه للاثار السيئه في المناخ، بس لما تضيف عليها كمان حاجات بتطلع اكثر ضررا من الصناعات على بعضها من وقت الثوره الصناعيه، وبالذات ال100 سنه الاخيره في الدول التي تقدمت علميا واستحوذت على كل الموارد البشريه والثروات الطبيعيه وسخرت هذا ومن غير ما يفكروا ايه النواتج اللي بعد كده، او ما كانش لسه العلم وصل لانه يرصد ده، او لسه ما كانش الشعوب قادره انها تقول لا او لغايه ما جت هذه المؤتمرات. الاستعراض اللي استعرضه عن الايجابيات والسلبيات للصناديق الانشائيه بسبب التكدس البنائي وبسبب زياده قيمه الارض و مش عايزين يكون هو ده المؤثر اللي بعد كده هيجيب سوق اكتر، لكنه حصل. يا ريت انه برضه بالراي النقدي نقول مش عايزين الاسلوب ده، ولازم الانتشار في الارض اكتر، ولازم خلخله بين المباني، ولازم جماليات، ولازم معالجات من المستخرجه من حسن ورمسيس. لما قال انه لما حد بيقدم على الشراء للبيت نصح نصائح فعلا ما حدش بيسال الاسئله دي، هو بتستهويه ما الاعلانات الجميله جدا اللي بتسمى شركات التطوير العقاري، هي شركات المكسب المادي لصاحب الشركه. فاللي رايح ما عندوش الفكر ده، لا خده في التربيه الفنيه ولا خده في التربيه المعنويه ولا في الثقافه ولا حاجه. فهيعرف منين المعايير اللي يسال عليها اللي نبهنا اليها الزميل شريف، ودي مهمه جدا. لكن مين عنده الوعي ده عشان على الاقل هو بيختار يدور على الحاجه اللي فيها نوع من التهويه، اللي فيها خلق الحيز اللي هو هيتفاعل معاه ايجابيا. وده الكلام ده نفسه كمعايير عشان اشتري درس للمصممين ودرس للقائمين على مناهج التعليم المعماري لازم يتاخد في الاعتبار. مناهج التعليم المدرسي قبل الجامعه. ومناهج التعليم المدرسي عشان التذوق وعشان الفهم ويعرف ايه البيئه الصالحه وايه البيئه غير الصالحه وايه المقدمات وايه النتائج. التربيه الفنيه حاليا ضعيفه جدا، يعني على ايامنا كان احسن كتير رغم التقدم العلمي الكبير. هيحصل تطوير في مناهج التربيه الفنيه والتربيه المعماريه ضمن مناهج التربيه الفنيه قريب. يعني ده هدف مهم جدا واتكلم عليه قبل كده رمسيس وحسن بس في احداث خاصه، لما يكون انه يبتدي يحصل تغيير في المستوى اللي هو ما قبل الجامعه وفي الجامعه كمان.
يبقى في تاكيد على هذا. الاثري اسلام الحسيني واهتمامه في تاريخ الاثار الاسلاميه كتخصص، لكنه خد المنحى اللي خاص بالمتغيرات المناخيه اللي هو ابتدى يعرضه النهارده، غير المهمه اللي بيعملها البنيه الوطنيه والقوميه، ودي مطلوبه في اي مشروع قومي عام، انه يبقى في استديان مجتمعي وفي صله مجتمعيه همزه الوصل بينها وبين المصمم ومتخذ القرار. فدي حاجه جديده انه يحصل ده، وده يبشر بالخير. يا ريت اي مشروع جماعي كبير قومي يبقى فيه همزه الوصل دي، سواء متخصص في الاثار او متخصص في الانسانيات او كليات او الخدمه الاجتماعيه او اي حاجه اللي هي تقدر تتحاور مع الناس وتستفيد منهم المطلوب. كونه يقدر يرصد حاجات في العصور السابقه واسباب وتغيراتها في العصر الحالي، ده مهم جدا، لانه فعلا معدل التغيرات في الفتره الاخيره 30 سنه وال50 سنه اللي قبلها عمال يتصارع في التغيير. يعني وكون ان هو بيشير في مفهوم التراث الى القيمه الايجابيه وامكانيات الاستلهام منها، مع ان هو مش متخصص في التصميم المعماري، هو تخصصه اثار اسلاميه، فده معناه انه وعى ده ولازم ينقله وينبه اليه المصممين المعماريين. ولما ذكر حكايه احمس واللوحه اللي موجوده اللي بترصد حاجات في المناخ، ده بيبين قد ايه عبقريه العصر ده اللي ادت الى حضاره فعلا. ان هو يرصد كده ويعمل كده ويسجل حتى ظواهر مناخيه. و لما ذكر خريطه القاهره وقت العصر الايوبي، البرك والمستنقعات وتاثيرها الايجابي في اغلبه، والسلبي بعد كده لما بقت راكده، لانه ما بقاش الميه ماشيه ليها زي ما كانت ماشيه قبل كده. المهم ان المعالجات المعماريه والمناخ ايه اللي بيهمنا فيه؟ العزل الحراري، حركه الهواء، تغيير الهواء، الخصوصيه وغيرها، دي اللي بيقدر ان هو يخش في هذه الامور. لما يجي بقى سيره عبد الحليم ابراهيم الله يرحمه، ده مدرسه زيه زي مدرسه حسن فتحي. استلم من حسن فتحي ومن رمسيس بس هو كان عنده عبقريه برضه شخصيه، والزم نفسه باللي هو اقتنع بيه. فكل شغله رغم ان هو في التدريس كان بيسيب كل طالب ينطلق ويوجهه بس كيف تفكر، لكن مدرسته اللي الزم نفسه بيها تحطه في مصاف حسن فتحي برضه، رغم انه شيء يبان زي ما حسن فتحي، ان حسن فتحي كان له قضيه رياديه في الاول. وموضوع الجامعه الامريكيه الفكر الاساسي كله كفكره هو عبد الحليم، وبعدين المكتب الامريكاني معاه، وبعض التدخلات بالاراء من محمد عباس الشرقاوي لما كان موكل اليه ان هو يبقى بينسق العمليه على ارض الواقع. فعبد الحليم يعني له دور كبير قوي في هذا. وبعدين الامريكان اللي جم واستوعبوا الفكر ده وايدوه، فالعمليه منسوبه اكثر لعبد الحليم على اعتبار ان هو الاسم المصري المشهور. حسن فتحي ورمسيس وجوهر المبادئ والافكار مش الاشكال. جوهر المبادئ والافكار والتوجهات الانسانيه كرياده، مع النظر الى ايه؟ ده كان في وقت الاربعينيات اللي ابتدت الرياده دي تظهر وابتدت تجارب وليس لها ما يسبقها. هي دي العظمه رغم المتغيرات. فنشوف ايه الجوهر اللي عندهم والمتغيرات ايه، ونحقق ايه عشان الفكر الانساني. لكن اصل حسن ورمسيس غاصوا في تاريخ العماره في مصر، وفي الاحساسات الانسانيه، وفي المناخ المحلي، وفي الماده، وفي الامكانيه، وفي الاقتصاد. اللي يتوافق مع هذا هو ده اللي ساعد على ريادتهم، وازاي يستنبطوا للمعاصر في زمانهم ما يمكن انه يحقق هذا. حسن والريف والصحراء، لكن حسن والمدينه. معروف ان حسن
والريف والصحراء هو ده المجال الاوسع، ودي كانت قضيته اكتر. قضيته في المدينه كان بيعارض انه هو يشتغل في هذه الكثافات البنائيه العاليه والنظم المستورده، فما اشتغلش فيها كتير، لكن ليه تجربه هي ما اتنفذتش. كان حاجه في العراق ومبنى حوالي 3-4 ادوار وفي ملقى هواء هو درسه انه بيوصل لغايه الدور الارضي، وان كان شكل الموضوع هندسي اكتر منه الاسلوب بتاعه ده، لانه كان في قيود معينه في المسابقه دي لما كان مع لوكسيادس. الاعمال المستجده بقى اللي عملها محمد الخطيب ليها برضه مقومات اصلا ساعدته على هذا. تلمسته على ايد محمود يسري عليه رحمه الله، لانه محمود يسري برضه كان له حاجات في التوجهات الفكريه اللي تساعد الموهبه اللي زي دي انه يستخلص من هنا ويطعم هنا، مش بس اللوحات كمان من الصياغات المحليه والاحياء التاريخيه. فبرضه ما ننساش عظمه محمود يسري في التاثير على محمد الخطيب، اعتقد كان له اثر كبير. الله يرحمه، وعلينا كلنا برضه، عليا وعلى بنتي محمود يسري الله يرحمه. اللقاء عموما هو عبره وعظه وتربيه رأي نقدي وترشيد للتعليم المعماري. يا ريت ان يكون له صدى اعلامي وثقافي وتربوي وتعليمي. وشكرا جزيلا لكم. آخر حاجة قبل ما نفتح البوفيه، يعني تضامنا مع أو تزامنا مع قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ اللي بتستضيفه مصر. وحضراتكم عارفين ان دور بيت المعمار لا يقتصر على الامسيات العام، سواء القضاء على امراض، سواء تنميط بعض العادات البنائيه اللي الناس كتير بيتخلوا عنها علشان دايما بيتصوروا انه لما ابني خرسانه واحط ايشاني يبقى انا كده بتقدم او بتطور. الباشمهندس شريف هيجي لنا تاني ويكلمنا على يعني ايه عماره تفاعليه، وازاي ممكن ان احنا نعمل اثاره للراي العام ونطالب متخذ القرار بان هم يبصوا للريف شويه، لانه في دلوقتي دعاوى لانه ياخدوا اكتر من الريف علشان الحضر، او ييجوا تاني اكتر واكتر على حساب الريف عشان الحضر. وده كان يعني موضوع نقاش وجدل بينا واحنا في مهمة ما. فأتمنى انه يحصل محاضرات او ندوات او حلقات نقاش على موضوع تنمية الريف، ونثير به الرأي العام للمرحلة الضغط على المسؤولين بإعادة النظر فيما يقدم للريف. هسيب الفلور او الميكروفون لمهندس عصام او بابا يعني. هنطلب بس من حضرتك انه ما نطولش قوي عشان لسه الريسبشن ولسه في حاجه هنقولها تاني. اتفضل. فعال وله دور ايجابي في توصيل اراء المجتمع الى اولي الامر او الى متخذ القرار بقدر الامكان. بيجمع ما نتفق عليه وبنعلنه. فبمناسبة باشمهندس شريف والأستاذ إسلام تفضلوا بإعداد إعلان بيت المعمار المصري بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 27 شرم الشيخ. بنقول فيه: من منطلق موقعنا كأحد روافد الدولة للثقافة الجماهيرية في مجال العمارة، ونظرا لما يحيق بالعالم من خطر نتيجة للتغيرات المناخية وتأثيرها الضار على البيئة والإنسانية، فإننا نتوجه إلى جميع القائمين على عملية البناء والتشييد في جمهورية مصر العربية، سواء أفراد أو شركات أو جهات حكومية، بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو السيطرة على درجات الحرارة داخل المباني وتوفير تهوية طبيعية جيدة، بتطبيق المعالجات البيئية لتقليل التبادل الحراري من الخارج للداخل، وتوضيح مواصفات هذه المعالجات للعملاء بوضوح وشفافية،
ونناشد الجهات المسؤولة عن مجال التشييد والبناء بضرورة إلزام جميع أطراف المنظومة بهذه المعايير واعتبارها كأحد المواصفات الأساسية لإتمام تراخيص البناء. ونطالب الجهات الرسمية المعنية وعلى رأسها نقابة المهندسين ووزارة الإسكان بالتجاوب بإيجابية مع هذا الإعلان حفاظاً على صحة المواطن المصري. ونهيب بالمواطنين ضرورة المطالبة بوجود هذه المعايير قبل شراء العقارات لإلزام الشركات بضرورة تنفيذها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يجدي نفعا. إجابة على سؤال حضرتك، الكلاينت هيشتري إيه؟ وكل الموجودين معظمهم حضراتكم يا مهندسين مدنيين يا معماريين. أستاذ كريم، باشمهندس كريم قال شوف الجمال اللي في المغرب، الجمال، البعد الجمالي مهم. لن يجدي نفعا كل اللي بنقوله ده إذا لم يغرس الجمال والتذوق. أنا بدي طلابي بحث كيفية الأستاذ الصحفي اللي اتكلم معانا واللي في دور وسائل الإعلام في رفع التذوق الفني. حضراتكم مهتمين جدا بالدور الوظيفي للمعمار، وحتى أستاذنا الكبير العظيم العبقري حسن فتحي الاستغلال الأمثل والوعي التنموي والوصول للناس. طب والدور الجمالي هو يمكن حط الجمالي بس بشكل عفوي. أنا بركز على ده جدا لأن يعني ده مش هيتم زي ما حضرتك قلتي إلا من المدرسة والكلية والجامعة وفهم يعني إيه إحساس بالجمال. الكلاينت اللي حضرتك بتقول أروج فيه ده وهو عايز عمره لو ما كانش اتربى أصلا وفهم يعني إيه هارموني وسيمترية وكونترا بوينتر مع الدكتورة حنان أبو المجد زميلتي في الأكاديمية دي عميدة الكونسرفاتوار. عندنا حاجة مهمة جدا اسمها تكاملية الفنون، وأعتقد اللي في المهندسين المعماريين بياخدوا هي حتى فن مش مجرد يعني ايه، يعني هي تفهم في السينما وانا بفتي برضه بعد شويه في الموسيقى وهكذا. المساله دي في غايه الاهميه يا باشمهندس شريف، حضرتك يعني تراعيها وتحطيها حضرتك او توصي اذا كنا هنعمل تكامليه في التوصيه لصاحب القرار يبدا من تحت ويحط في اللي يعني انا بتمنى، انا عارف ان في تاريخ فنون بيدرسوها يعني تطور فني في المعمار في كليه الهندسه، بس اتمنى ان المهندس يبقى عنده حس جمالي. انا لما ببص في الحاجات دي كلها مش مجرد دور وظيفي وفي هنا صحن الدار وفي عند المعبد البايرون ابدا، في حاجات المشربيات دي عند الصوفيه وعند الاسلاميين بيقولوا انها اللانهائيه، مش مجرد اي كده حاجه. من فضلك زودوا الجزئيتين دول في البيان او في التوصيه اللي هتوصل بمناسبه ان احنا شكرا دكتور.